حبايب قلب طلاب تالتة ثانوي الغاليين، النهارده هنكمل شرح قاعدتين تبع التراكمي تبع تانية ثانوي واولى ثانوي تبعهم، والحل يعني دي محاضرة شرح قاعدتين وحل على كل التراكمي اللي اتشرح في الفيديو الاول. تعال نبدا بعبارات اسمها عبارات المقارنه، قسمتها لك بطريقه زي ما انت عارف باخدها من الكتب بدل عجن الكتب دب 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 كل معلومه ما لهاش علاقه بالثانيه، لا تعال بقى جمعتهم لك بطريقه يا رب تعجبك. ده سكند 2، ده تانية ثانوي. العنوان اسمه ايه يا باشا؟ اسمه اهو comparative، اللي هي المقارنه بين اتنين على فكره مش التفضيل. expressions، comparative expressions اهي اسمها عبارات المقارنه غير السوبرلاتيف. سوبرلاتيف اللي هو التفضيل اللي هو ذوي اس تي، قصير او طويل ذوي اس تي. تعال نشوف، قسمتهم لك لثلاث انواع. اول نوع يا حبيب قلبي اسمه exactly the same، نفس الشيء بالظبط as فلان، معناها نفس الشيء. ده في حاله التساوي، بتساوي as الصفه as طبعا. طيب جنبيها بقى قال لك في حاله الشك او الاختلاف، لما يكون في اختلاف يا حبايب قلبي اهو في وجود اختلاف بسيط، نقول ايه؟ نقول almost as الصفه as. اوعى تنسى ان الصفه اللي بين as واز انا مسميها نقيه، سواء صفه طويله او قصيره. طب تمام. النوع الاخير يا باشا وهو خيال المآتة اهو، خيال المآتة. طبعا ده اسم من عندي عشان اظبط لك الدنيا بس. دول الثلاث انواع. خيال المآتة ده بيكون الفرق ما بين الطرفين، الفرق كبير او صغير، الفرق ما بين الطرفين كبير او صغير. تعال نشوف بقى واحده واحده ايه الحوار ده. exactly the same as، دايما كلمه the same دي لو هيتحشر الاسم لازم يجي بعديها، لازم يكون الاسم هنا. زي the same age as فلان، نفس العمر بالظبط as فلان. ده بيسموه no difference، يعني لما يكون مفيش اختلاف. وادي المثال يا باشا اهو، this car هذه العربيه is exactly the same نفس الشيء as my car. تمام، حلو قوي. طب عايز ادخل النون، قال لي النون الاسم لازم يدخل ما بين the same وما بين as. يبقى كده مثلا اهو عمر is exactly the same age، ادي الاسم اهو as علي، نفس الشيء مثل علي تماما. هو ده اللي احنا بنقول عليه. ده النوع الاول. النوع الاول خلي بالك ان الاسم لو دخل يدخل قبل از يا اما ما يدخلش بقى، يتحط اخر الجمله وخلصنا. كويس، الطرفين يعني. كويس. طب في حاله وجود اختلاف بسيط ايه التعبير اللي انا اقوله اهو يا باشا؟ يا اما almost as الصفه as، يا اما الطريقه بتاعت بقى خيال المآتة تنفع الفرق كبير او صغيره. فهمك بقى almost دي معناها ايه؟ لازم almost، عارف اللعبه في ايه بقى؟ بياخد almost يحطها مكان exactly، يقول لك ايه almost the same as، مفيش حاجه في الانجليزي اسمها كده. وياخد exactly يحطها عن مكان almost، يقول لك exactly as الصفه as، مفيش حاجه اسمها كده. يا اما exactly مع the same يا اما almost الصفه as. almost as الصفه as. اديني مثال عليها عينيا اهي. مريم is almost as tall as، يعني تقريبا نفس طول her mother مامتها اهو، تقريبا نفس الطول. almost as الصفه as معناها تقريبا نفس الطول، وده يدي ان في اختلاف بسيط. كويس، خلص الشكل ده. خلص الشكل ده. النوع الثاني بقى بتاع خيال المآتة بقى، ركز معايا بدل ما الكتب كاتبه لك ايه، الكتب مختصرها بطريقه غريبه، حتى المعاصر كاتب لك للفرق القليل نقول سلايتلي، لا ما ممكن اقول ابيت وقالت له سلايتلي، عشان كده جمعتهم لك في خيال المآتة بقى. خيال المآتة دول عباره عن ايه؟ عباره عن شويه تعبيرات بيجوا قبل المقارنه الكامله بين اتنين، سواء صفه طويله هتبقى مور مع الصفه طويله زان، كويس، يا اما قصيره لابسه كعب اي ار مع زان. في الحالتين هي مقارنه كامله، سواء قصيره بين زي البنت القصيره لابسه كعب، دايما البنت القصيره تلبس كعب بيبقى شكلها جميل اهو اي ار مع زان، يا اما الطويله تمشي بين اتنين اخواتها بين مور وزان. كويس. خيال المآتة بقى يجي قبليهم زي ماتش خيال المآتة، الوت خيال المآتة، ايفن خيال المآتة، راذر يعني جدا خيال المآتة، وفار خيال المآتة. كله ده بمعنى كثير. هو بقى الكتب جايبه لك واحده بس منهم، لكن جايبه لك فار بس. اللي لو عايز اقول بقليل بقى تبقى a bit و a little و slightly.
وخلي بالك من سلايتلي يعني الطفيف تيجي قبل المقارنه الكامله بين اتنين. هم دول خيال المآت. كويس، هم دول الثلاث اشكال. ده لما يكونوا قد بعض بالظبط، ده لو في فرق بس قليل، عشان كده اقول almost تقريبا. اما هنا الفرق ينفع كبير مع دول، زي مثلا even taller than يعني اطول بكتير من فلان. a bit taller than يعني اطول بقليل. a bit taller than دي يا حبيب قلب الاساسيات. تعالى بقى ازود لك حاجات. نزود ايه؟ نزود ملاحظات بقى للمتفوقين. واحد، لا تستخدم، وهفهمك quite اللي هي الى حد ما من خيال المآت. من خيال المآت صحيح، عشان لو في حد جديد وسطينا بيتفرج يبقى هيقول هو ايه خيال المآت ده؟ خيال المآت يا حبيب قلبي عبارة عن شوية كلمات بيتحطوا قبل المقارنة الكاملة، مش ناقصة حاجة، عشان كده وجودهم منظر على الفاضي. لما اقول الطيارة اسرع من القطار، حلو، كده كده الطيارة اسرع. طب عايز اقول الطيارة اسرع بكتير من القطار، هتحط افار، هتحط مثلا فار سوري، هتحط الوت بس، هتحط ايفن، هتحط راذر اللي كانوا موجودين. طب عايز اقول الطيارة اسرع بقليل، برضه الطيارة هي الاسرع. اذا معنى الجملة ما اتغيرش، كده كده الطيارة هي الايه؟ الاسرع. اذا كلمة بكثير وبقليل محطوطة منظر على الفاضي. اوكي. لا تستخدم كويت من خيال المآت طبعا، ولكن لها تعبير تاني الناس فاكراه. طبعا كويت مش من خيال المآت، ولكن تأتي مع كلمة بيتر لتدل على التحسن في الصحة فقط. للتحسن في الصحة فقط. يعني الكلام ده يا أستاذ؟ يعني لما أقول كويت بيتر معناها هو أفضل بكتير. كويت بيتر ده مش معناه إن بيتر مقارنة وكويت خيال المآت، لا لا لا، ده اكسبريشن على بعضيه، معناه تتحسن حالته. دي الملحوظة رقم واحد. الملحوظة رقم اتنين حلوة جدا. اول ما بيدخل الاسم في الموضوع الدنيا بتتقلب. لو فاكر مع ذا سيم قال لك طالما جه اسم بعد ذا سيم بس. وهنا كمان اذا جاء اسم، اول ما تلاقي اسم ايه اللي بيحصل يا باشا؟ اول ما يدخل اسم في المقارنه يدخل يتحشر في النص. اول ما يدخل اسم في المقارنه لا نستخدم. اوعى تستخدم لا. اول ما دخل الاسم احكي لك، طيب زي ما بقولها في سنتر، بقول له بص يا حبيبي، العائلات بتحب بعض ومترابطه، ولكن اول ما يدخل حد غريب وسط العائلات بيبوظها. اول ما بيدخل الاسم بيفرق العيله. بيفرقها ازاي؟ يروحوا يقولوا لكلمه الوت ما ينفعش تيجي انت خلاص، ولا تنفع ابت اوعى، ولا نو ولا اني، كله ده هيطلع غلط. ادينا مثال. عينيا يا باشا، ادي المثال. بص المثال. This is a نقط larger flat. خلي بالك منها، الملحوظه دي مهمه. than yours. طبعا انا بتكلم على الفكره. بص يا حبيب قلبي، ادي لارجر اهي، ركز جدع حبيبي، دي مهمه جدا جدا جدا. وادي زان اهي، وعلى فكره انا منزلها على اليوتيوب من لزمايلك من السنه اللي فاتت، من التركات اللي بيحبها وضع الامتحان، لانها تراكميه موجوده حتى على ثانيه سنه، ومش تنفع تقول مش عليا ولا ما عدتش عليا. اوكي. ادي لارجر زان، مقارنه كامله. بس مين اتحشر في النص؟ اهو الاسم اهو. هي دي المصيبه بقى. اول ما يتحشر الاسم لا ينفع تقول لوت مصيبه، ولا ينفع تقول بت مصيبه، ولا ينفع تقول نو ولا اني. طبعا نو اني كده كده بره الموضوع، ولكن ابت والوت لا يمكن ينفعوا. ليه؟ لان دول افترقوا عن خيال المآت. حصل خناقه كبيره اول ما دخل حد غريب. حد غريب في النص اهو اللي هو الاسم. عشان كده تقول افار صح، تقول ماتش صح، تقول ايفن موافق اكبر بكتير، وهكذا. طب ليتل ماشي اكبر بقليل، وهكذا. هذه تكون شقة اكبر بكتير من شقتك، وهكذا. شفت الاسم لما اتحشر؟ طب لو شلت الفلات دي يا استاذ بقى this is او this flat يعني is larger than yours. في الحالة دي بقى طالما شلت الاسم براحتك بقى، تحط الوت، تحط ايفن، تحط ابيت، انت حر خلاص. دي ملحوظة مهمة جدا، خلي بالك منها. لما يدخل الاسم ابوس فوق راسك، ابعد على طول عن الوت غلط، ابيت غلط، نو اني غلط. كويس. ايه الملحوظة الأخيرة؟ التساوي، اللي هو از واز. بس انا اخده بطرق تانية. لميت لك كل انواع التساوي. لما احب اساوي ما بين طرفين، اول شكل از الصفه از، والصفه دي تنفع صغيره ماليش دعوه، وتنفع كبيره ماليش دعوه، المهم نقيه. نقيه يعني يا استاذ؟ يعني ما دخلتش مقارنه، لا فيها اي ار ولا اس تي ولا حاجه ابدا.
دي اول طريقه. الطريقه الثانيه للتساوي لما اقول فلان اللي هو الطرف الاول يعني لديه هاز او هاف على حسب لو جمع ذا سيم يعني نفس، واول ما تقول ذا سيم هتجيب الاسم از فلان. وليكن فلان علي هاز لديه ذا سيم ايج از مروان مثلا. رقم 3 ده تساوي برضه. فلان اند فلان مالهم لديهم، يبقوا هاف هما الاثنين لديهم ذا سيم، واول ما تيجي كلمه ذا سيم يبقى انت عايز النوع اسم اهو. علي اند كريم هاف ذا سيم ايج، لهم نفس العمر. دي طريقه رقم 3. الطريقه رقم 4 فلان اند فلان، ركز في دي بقى، هيغير بدل ما كان بيستخدم فيرب تو هاف هيستخدم فيرب تو بي اللي هو ام واز وار. فلان وفلان ار يعني يكون اوف، لازم تجيب حرف جر، اوف ذا سيم ايج يعني في نفس العمر. هي دي اللعبه. يبقى لو حصل وخدت فيرب تو هاف عادي هتجيب ذا سيم عادي جدا، وكده كده بعديها اسم ده على طول. لكن لما تحط فيرب تو بي وتشيل فيرب تو هاف يبقى انت محتاج حرف الجر اوف. دي حته تراكميه للوحده الخامسه يا بهوات. اوكي، السؤال المزيل بتفاصيله الجميله. بص يا اساتذه، ده خلاص. تعال للسؤال المزيل بقى. بص كده معايا، انا دول مجمعهم لك بخط ايدي متعمد ما اكتبهمش كمبيوتر، كان ممكن اكتبهم كمبيوتر عادي لكن انا سايبهم كده لان متجمعين. السؤال المزيل فكرته ايه يا حبايبي؟ فكرته ان بدور على فعل مساعد هنا، بدور على فعل مساعد. لو لقيت فعل مساعد مثبت يروح هناك منفي، ولو لقيت منفي يروح هناك مثبت. دي شغلته، هو ده الهدف من السؤال المزيل. يعني وليكن مثلا he has got a pen، هو يمتلك قلم، أليس كذلك؟ طبعا مهم السؤال المزيل، فدايما يستخدم للتأكيد، بس أبقى عارف المعلومة بس عايز حد يأكد لي. أمسك هاز لوحديها ولا في فعل تاني وراها؟ في فعل تاني، يبقى تاخدها هنا تبقى هازنت، ولازم تبقى منفية بالمنظر ده على فكرة. ما ينفعش هاز نوت، غلط. وما ينفعش تحط اسماء بشر هنا، غلط. لازم ضماير. هي تبقى هي بس، تبقى هازنت هي أليس كذلك. ولو دي هازنت جت تبقى هنا هاز هي. ده فكرة السؤال المزيل، المثبت يروح منفي والمنفي يروح مثبت. أصعب الأفكار بقى إيه؟ أول حاجة أي جملة تبدأ بأيام يا حبيبي، I am waiting for the bus، أنا منتظر الأتوبيس. aren't I أهي، aren't I دي حفظ للأسف. الأيام وهي مثبتة تتحول إلى aren't I على طول في السؤال المزيل. دول أصعب حركات للسؤال المزيل. لكن وهي منفية مش عاملة مشاكل. خلي بالك هي هنا عملت مشاكل كبيرة قوي. إزاي؟ إن الأرنت جت مع تيجي إزاي أصلا؟ فخلي بالك من النقطة دي. أيام مثبتة عاملة مشاكل، لكن أيام نوت مش عاملة مشاكل خالص وهي منفية، تبقى عادي. ما هو لازم المثبت يروح منفي والمنفي يروح مثبت، وادي المثبت أهو رايح منفي. ولكن لما تبقى مثبتة عاملة مشاكل. إيه كمان؟ I am rarely، كلمة rarely يا حبيبي ونيفر وسيلدم أي كلمة بتدي معنى نفي، يبقى لازم الناحية اللي هناك يكون مثبت إجباري. I am rarely وحط أنا نادرا مثلا I am rarely late، أنا نادرا إن أنا أتأخر مثلا. تبقى الأيام أهي ما تتحولش إلى R. لو أنت خدت بالك أيام هنا مش متحولة إلى إلى aren't I. عارف ليه يا حبيبي؟ خلي بالك منها، هي دي نفي طبعا. ريرلي وسيلدم وهاردلي وسكيرسلي بيدوا واونلي بيدوا معنى النفي. خلي بالك منها الملحوظه دي، طالما بيدوا معنى النفي لازم هنا يبقى مثبت، وطالما هتروح مثبت مش هتتحول الى ارنت اي زي اللي فوق دي. خلي بالك هتبقى ام اهي، اي ام وده نفي، تبقى ام اليس كذلك. تعال الرقم 4 هي هذا كار. هاز هنا جه وراها فعل تاني؟ لا، العربيه دي اسم. طالما ما جاش فعل تاني تبقى لوحديها، وغني معايا بقى، تبقى هاز او هاف وحديها، ما ينفعش نسأل بيها ولا ننفي بيها. وتعالى اقول لك، بريطانيا قالت نطلع منها doesn't كويس، والهي تطلع هي حلو. الامريكان بقى اللي كل شويه يالفوا قالوا لا احنا ممكن نعتبره اكسبريشن على بعضهم ونقول هازنت هي، رغم ان دي غريبه جدا. طب يا استاذ لو لقيت دي في الاختيارات ودي في الاختيارات، لا تاخد الاصل البريطاني ان هاز او هاف وحديها ما ينفعش تسال بيها، اجري على المحامين. ولكن لو الاثنين اتجمعوا في اختيار واحد قول له ماشي. الكلام ده على تانية ثانوي على فكره. لو اثنين اتجمعوا في اختيار واحد قول له ماشي. عارف فكرتني بمين؟ didn't used to و didn't use to، لو اتجمعوا في اختيار واحد قول له ماشي. اوكي، حتى غريبه خلي بالك. هنا نفس القصه، زي have lunch، بعد have مفيش فعل،
تبقى هاز او هاف وحديها، ما ينفعش نسال بيها ولا ننفي بيها. اجري على المحامين، يا دو يا داز يا ديد. ده مش ماضي مش هاخد ديد. مضارع وما فيهوش اس اخد دو. وكمان المثبت يروح منفي تبقى دونت، وادي زي تبقى زي. كويس. طب ينفع اقول هافنت زي؟ ينفع، طالما اتجمعوا في اختيار واحد قول له ماشي هافنت زي، امسك الهاف اوديها هافنت. برضه دي امريكي اهي، لو اتجمعوا في اختيار واحد بس، غير كده مش بيساووا بعض. تعالى هنا هاد لانش، هاد لوحديها لوحديها. اجري على المحامين، ده ماضي يطلع ديد، وطبعا هنا مثبت لازم ده يبقى منفي ديدنت، وازاي تنزل زي. تعالى هنا برضو رقم 7 مهم. يو نيدنت، فاكر نيدنت؟ طالما قبل على نفسه يعمل بالبونبونايه الصغيره كانه فعل مساعد بالظبط، زي ازنت وارنت، يتاخد هنا نيد اهو. واليو تطلع يو، الهي تطلع هي، علي يبقى هي، كريم ومنى يبقى زي. لازم هنا ضماير، لازم الناحيه اللي هناك ضماير. اوكي حلو قوي. هي از اهيدك، يا ترى هو يكون صداع؟ لا طبعا، في حاجه اسمها كده، مش هو يكون صداع. امال دي ايه؟ دي هذا هيدك. فخلي بالك برضو فيها فكره جميله، المهمين قوي هعلم لك جنبيهم، عايزين حد فاهم انجليزي. بص يا باشا، ما ينفعش هو يكون صداع، هو لديه. طب لما تكون لديه يعني هاز. طب هاز دي جايه لوحديها؟ ايوه لوحديها، مفيش فعل معاها. اجري على المحامين، نطلع منها ضز عشان اخرها اس، والمثبت يروح منفي تبقى دازنت، والهي تروح هي، لو علي يروح هي برضه، منى تروح شي، وهكذا. رقم 9. she would rather not do the shopping. واحده واحده. would rather دي حكايه حكايه حكايه. would rather طالما would rather ما جاش وراها فاعل بيجي مصدر. طب عايزا فيها يبقى would rather not، والمصدر عامله زي had better. had better يعني يجب عليك، النفي بتاعها had better not، وبرضه بعديها مصدر. اكتب عندك اللي انا بقوله في النص ده جدع. would rather اطلع منها الفعل would اهو، والجمله دي اهي منفيه عشان في نط يا حبيب قلبي، يبقى لازم ده مثبت اهي مثبت. طب الوود هنا وفي نفي يبقى تروح وود، وشي تروح شي، منى تروح شي، برضو نفس الكلام. اصعب حاجات واعلى مستوى في السؤال المزين. طيب اذا لم يكن واضح من سياق الكلام ان الفاعل مذكر او مؤنث نستخدم زي. طبعا قايلها لك من زمان، اي فاعل في الجمله زي somebody anybody anyone anybody everyone، اي فاعل student يعني طالب، child طفل وطفله، طالب وطالبه، دكتور دكتور ودكتوره، teacher مدرس ومدرسه، someone، وهكذا. نعمل ايه؟ قال لك لازم تروح هناك زي، الضمير اللي يعود عليها زي، لان انا لا عارف مذكر ولا مؤنث. اوعى تنسى المثبت منفي والمنفي مثبت. ماشي. في ملحوظه على جنب كده ليك انت، اي سؤال مزيل يبدا بليتس اللي هي هيا بنا، يروح هناك يبقى شال وي. اقولها لك بعد ما اخلص تاني، ده سؤال مزيل بتاعها حفظ. ليتس تروح شال وي. نكمل. طيب يبقى لو ده انسان، خلي بالك لو عايد على انسان، الانسان فيه مذكر ومؤنث، ركز في دي. اما ات بقى لما يكون بيتكلم على شيء غير عاقل ما فيهوش مذكر ولا مؤنث. عشان كده ات مع nothing لو بدأ بكلمة something يعني شيء ما، anything شيء ما، everything كل شيء، nothing يعني لا شيء، كده ده حاجة غير عاقل. فما ينفعش الغير عاقل ياخد زي، لأنه ما فيش منه مذكر ولا مؤنث. فبص هتعمل ازاي؟ something شيء ما has happened، ركز في التركات دي جدع، حدث. ما تنساش ان has مع happened في فعل تاني خلاص. فطالما في فعل بعد has وهاف يبقى مش جايه لوحديها، يبقى ينفع تسال بيها وينفع تنفي بيها. اجري على المحامين، مش هجري. ليه مش هجري؟ ما انا عندي فعل تاني خلاص. اخد هاز هنا زي ما هي هازنت. حلو. طب وسامثينج شيء ما اعمل فيها ايه؟ خليها ات. ليه؟ لان الشيء ما فيهوش مذكر ولا مؤنث زي العربي، لكن البني ادمين هم اللي فيهم مذكر ومؤنث، فتروح زي. خلي بالك منهم، تركات حكايه. فانا جبتهم لك على شكل اسئله كانك بتحلها بالمره يعني. طيب كلمه this وذات اسم اشاره للمفرد، this للقريب وذات للبعيد. قال لك اذا عادت على العاقل لما يكون بيتكلم على ولد تروح لهي او شي، اذا كان ولد تقول هي، بنت تقول شي. ولكن this وذات لو بتتكلم على العربيه مثلا هتروح هناك it، امر طبيعي. زي this car هتروح هناك it. طب these وthose دول جمع فيروحوا هناك زي في السؤال المزال بعد الفصل. these وthose، these اسم إشارة للجمع قريب وthose للبعيد. طب وذير، ذير هتروح هناك ذير زي ما هي. ليه؟ أصل ذير معناها يوجد مش اسم إشارة، ذير بمعنى يوجد، فتروح هناك ذير كما هي ملهاش تحويل. لكن these وthose تروح زي، برضو هتتلخبط ما بينهم. طيب حلوة قوي دي، جديدة دي، أهم، ركز. الجملة التي يكون أولها رابط. حلوة قوي. بص الجملة اللي أولها رابط لا
تستخدم بعد الرابط، لا نستخدم الموجود بعد الرابط. يعني الكلام ده يا استاذ؟ مش فاهم. عينيا. بيقول لك نهى ووز اسليب ان بيد، دي جديده ما جاتش قبل كده خالص في ثانويه عامه. when I arrived، عايز سؤال مزيل. منى كانت نايمه في السرير لما انا وصلت، اليس كذلك؟ في السؤال مزيل. بص اعمل ايه. يا ترى اخد من arrived اطلع didn't؟ قال لي لا، اللي بعد الرابط ده مالكش دعوه بيه، ما بنجيبش منه فعل مساعد، بنجيب من اللي قبل الرابط. تاني اهو، الجمله التي يكون اولها رابط. طب افرض يا استاذ الرابط ده جه في الاول، يعني لو وين جايه هي والجمله دي في الاول ونهى مرميه في الاخر، برضه ما تشتغلش على الجمله اللي بعد وين ابدا، اللي بعيده عن الرابط، الجمله اللي بعد الرابط. وطبعا انت عارف الانجليزي من الشمال لليمين. اوكي. يبقى وزنت نهى بنت تاوتشي. اوعى تنسى المثبت منفي والمنفي مثبت، مهمه جدا. الجمله اللي اولها رابط مالكش دعوه بيها في السؤال المزايد. عندي بقى اسلوب الامر ده في منه نوعين، في امر مثبت وفي امر منفي. ده في السؤال المزايد يتعمل ازاي؟ هقولها لك على حسب ما انا فاهمها بطريقتي انا. بص، لما يكون الامر مثبت، يعني انت عارف ان لما اقول لك ليت اس، انت عارف ان ليت اس غير ليتس، غيرها خالص. ليت اس معناها اسمح لنا. عارف دي بتشبهني بايه؟ ولد في الحصه بيقول يا استاذ ما تخلينا نمشي بقى. ده كانه الحيوان ده كانه امرني دلوقتي، كانه امرني، بيقول لي ما تخلينا نمشي. ايه هو اللي خلينا نمشي؟ غير كلمه ليتس بقى. ليتس دي اسلوب اقتراح، معناها يلا بينا وانا كمان معاكم. لكن ليت اس ده اسلوب امر، خلينا نمشي، ده امر. عشان كده اسلوب الامر المثبت ده يتحول لحاجات كتير جدا وكلهم صح. الامر المثبت لما اقول لك جيف مي ا هاند، يعني ساعدني، اليس كذلك؟ لما امرك بحاجه فانا مش عارف انت هتعملها ولا لا، انا بامرك بس لسه ما عرفتش هتعملها ولا لا، فبتوقع حاجتين، هتعملها مش هتعملها، فبقول ويل يو، صح. طيب وونت يو تنفع، اللي هي دي وونت يو اللي هي ويل او وونت. كان يو، كان يو اهي، وهكذا. هو ليه كاتبه مرتين مش فاهم؟ كان يو او ويل يو او ويل يو او كان يو. ده انا اديتك مثال شرحته وبعد كده اديك مثال عليه. ويل يو او انتوا يعني تنفع مثبت او منفي. ليه؟ لان انا بامرك ومش عارف انت هتعمل حاجه ولا لا. عشان كده خلي بالك، ليت اس غير ليتس. ليتس تروح في السؤال المزيل تبقى شال وي، يعني يلا بينا. ليتس ومفيش بقى مثبت ومنفي، دي حفظ. ليتس تروح شال وي. لكن ليت اس ده اسلوب امر، تاخد اي واحده من دول، اي واحده تقول ايه؟ ليت اس جو، ما تسيبنا نمشي يا عم. ويل يو هتعمل كده يا استاذ؟ وونت يو مش هتعمل كده. ليه؟ لان انت بتؤمر وانت مش عارف انا هعمل كده ولا لا. فخلي بالك منها، غريبه جدا. ولكن السؤال هقول تاني، الجمله الامريه المثبته تتحول لمثبت او منفي براحتها. الناحيه الثانيه يا ويل يو يا وونت يو، يا كان يو يا كانت يو، اللي يعجبك. حتى كانت يو ولكن المنفيه بقى لما اقول لك دونت تيل لايز، ما تكذبش. كلمه ما تكذبش بقى مش هسيب لك الحريه بقى واقول لك ممكن تعمل الحاجه وممكن لا، زي اسلوب الامر المثبت ده غصب عنك. اقول لك ما تكذبش فبالجزمه، يعني مش هسيبك الا لما اشوف ان الكذب ده خلص. فبالتالي لازم الناحيه الثانيه تبقى مثبته بس، تبقى ويل يو. كل ما تلاقي الجمله الاولى منفيه مع اسلوب الامر، سواء بدونت او بنيفر، الكلام ده مع اسلوب الامر بس، سواء بدونت او بنيفر. هقول تاني، سواء بدونت او نيفر، تروح هناك تبقى ويل يو في كل الجمل. ويل يو بس، ويل يو بس، كانها ده اسلوب امر منفي. خلي بالك منها جدع. اخر مستوى هقوله لك في السؤال المزايل وكده انا ما سبتش فتفوته. خلي بالك من الفرق بين ليت اس وليتس، مهمه وما جاتش قبل كده في ثانويه عامه. ولك مطلق الحريه يا استاذ، انت حر، انا بقول لك على المهم. تعال بقى نشوف اخر معلومه في السؤال المزيل مع افعال القول والاعتقاد. السؤال المزيل مع افعال القول والاعتقاد. ايه افعال القول والاعتقاد؟ زي سي يعني يقول، تل يعني يخبر، مثلا inform يبلغ، يعتقد بقى زي think وزي believe وزي suppose. مالهم افعال القول والاعتقاد؟ دي بتتبني المجهول بطريقتين خطيره جدا، وده اصعب مستوى، اعلى مستوى. هقولها لك بطريقه حاول تحفظها بالطريقه دي بس، لكن شغل الكتب هيخليك تتلخبط. بص يا حبيبي، الجمل بتاعتهم في فرق بين لو بدات بالفعل اي او وي، يا اما بدات باي حد تاني بقى، زي people زي يو زي شي زي زي، انت حر بقى. اللي يبدا باي او وي انا بسميه اناني، والاناني ده زي القرع يمد لبره. لما تحب امك تجوزك، اهي امك عايزه تجوزك بنت خالتك،
او بنت خالك، خلينا نقول خالك احسن، عايز اتجوزها بنت خالك، فتقول لك ايه؟ يا خالك عنده ورث كتير، اوعى تتجوز غير بنت خالك عشان الورث ما يطلعش بره. انت هتطلع شخصيه من الاتنين، يا انت اناني تدور على مصلحتك بس، تقول انا عايز واحده على مزاجي تعيش معايا، بنت خالي دي كانها اختي، لا مش هتنفع، تبقى انت بتدور على مصلحتك انت بس، يا اما هتدور على مصلحه العيله بان الورث ما يطلعش بره. هي دي القصه اللي هتحل لك موضوع السؤال المزيل ده. اذا بدات باي يعني انا او وي نحن تبقى انانيه. ليه اناني؟ اي واحد اناني ومتكبر بتعرفوا ايه؟ كل حاجه يقول لك انا في بدايه كلامه. والناس الانانيه كلهم يقولوا احنا عملنا كذا، احنا عملنا كذا، دول تعرفهم انانيين. والاناني اللي كل ما يبدا كلامه يبدا بانا او احنا، اعرف ان ده اناني. فالاناني اكتب كده زي القرع يمد لبره اهو، زي القرع يمد لبره، زي القرع يمد لبره. كويس. لكن اي حد ما يجيبش سيره نفسه في الكلام اول كلامه حتى على الاقل، يبقى ده بيسمع كلام العيله، ده يهمه مصلحه العيله، يهمه مصلحه العيله. ايه علاقته ده بالقاعده؟ هقول لك، هديك مثال دلوقتي. بص يا باشا، اي ثينك، انا اعتقد، مريم is the cleverest girl. انت هتفتكر بعد كام شهر بالحكايه اللي بقولها لك دي، لكن مش هتفتكر باسلوب الكتب جدع حبيبي، فما تستهترش. الجمله بدات باي انا اهو، تروح كاتب تحتيها اناني وتعمل كده. الاناني زي القرع يمد لبره، يروح يتجوز من بره العيله. ليه؟ همه مصلحته وحياته بس، عايش انا سعيد يا عم، ولا تقول لي ورث، ولا تقول لي خالي، ولا تقول لي يطلع الورث بره مع واحد غريب، انا مالي. ده اللي بيدور على مصلحته، عشان كده تلاقيه يطلع بره العيله بتاعته. مين العيله بتاعته؟ اهو الفعل بتاعه، يسيبه ويروح بقى يدور في العائلات التانيه بقى اللي في البلد التانيه. عشان كده لازم السؤال المزايل ده يبقى إز، وما تنساش الجملة دي مثبتة تبقى إزنت. كويس. ومريم تبقى شي، لازم هنا ضماير. لازم السؤال المزايل يبقى منفي بالاختصار بالإن أبوستروفي تي، والضماير طبعا الولد هي والبنت شي والجمع زي والغير العاقل إت، العاقل مش عارفين واد ولا بنت يبقى زي، وهكذا. المهم تعالى لي بقى وريني يا أستاذ لما يكون شخص عمل على مصلحة العيلة. بص مش هيتحرك بره العيلة. بص ده نفس الجملة هي، people الناس، think يعتقدون that مريم أن مريم is the cleverest girl أذكى بنت. كويس. هنا بقى أخد سؤال مزيل إيه؟ بص يا باشا، تروح بص على الفعل الأول بدأ ببيبول. هل اللي يكون بيتكلم على أي حد غير ما يقول يبدأ كلامه بأنا وأنا وأنا، ده مش أناني. واللي مش أناني هيسمع كلام أمه أهو، يسمع كلام أمه. ليه؟ ما هو عايز يبسط أمه وخاله ويحافظ على ورث العيلة، فمش هيطلع بره، فيشتغل على ثينك بس. أطلع من ثينك المحامي يا دو يا داز يا ديد، الثلاثة المحامين في الإنجليزي كله. ثينك دي مضارع، نطلع منها دو، وما تنساش الجملة مثبتة، يبقى تروح هناك تبقى دونت. وبيبول الناس جمع يبقوا زي. هي دي اللعبة. يبقى لما كانت بادئه باي او وي زي القرع مد لبره طلع بره العيله، بادئ باي حد تاني غير الاي او الوي هيسمع كلام امه وكلام خاله ويحافظ على الورث، مش هيتجوز بره العيله. هي دي الحكايه. طيب الملحوظه الثانيه، افرض يا استاذ النفي جاي عند مريم هنا، بص كده تعمل ايه اهو، ده الاساس خلص. افرض قال people الناس think يعتقدون that أن مريم is the best girl. كويس. يقول لك يلا باشا انا بقى هقول isn't، يلا عايز انفيها واحده واحده، هتمشي بنفس الطريقه هي اللي هي ايه، بدا ببيبل يبقى مش اناني اهو، ليس اناني، مش زي القرع ويمد لبره، خلاص هيشتغل على think. حلو قوي. هطلع منها هنا دو، جميل اهي دو. السؤال بقى، الناس بيعتقدوا ان مريم isn't the best girl، مش افضل بنت. كويس. انا اشتغل على النفي ده. قال لي لا، ما انت خدت الفعل المساعد بتاع بيبول. يعني باختصار النفي لما يكون في الفعل الاساسي الاولاني ياثر على الجمله، ولكن النفي في الجزء الثاني ما اثرش على الجمله. عشان كده اقول دو ذي اليس كذلك، عليهم هم، يعني هم بيعتقدوا كده. دو ذي اليس كذلك ما ياثرش على الجمله. يعني ايه؟ يعني انت حضرتك هنا هتقول isn't، ادي الجمله منفيه اهي. هنا انا بتكلم على الناس دونت زي، يبقى تنفي هنا عادي جدا. هتقول بيبول الناس بيعتقدوا ان مريم ليست افضل طالبه، دونت زي اليس كذلك. فانا بشتغل على الجزء ده بس، النفي في الجزء الاخير ما ياثرش على الجمله، الا لما تكون هتاخد منه هو، لما تكون زي القرع يمد لبره. فاهم اقصد ايه؟ لما تكون زي القرع يمد لبره.
لو هتاخد الفعل المساعد ده يبقى تأثر بالنفي. لو انت هتشتغل على الاولاني والاولاني مثبت هيتأثر بالنفي. افهم الحتة دي معلش علشان متلخبطة شوية. لو حصل النفي في الجزء الثاني ده بس انت ما جيتش عنده، ما طلعتش بره، يبقى اشتغل على قد بيتك واسرتك بس وعيلتك بس. منفي مثبت مثبت منفي. تمام؟ دي ملحوظة مهمة. ده السؤال المسيل بكل افكاره. تعالوا نحل على قواعد اف، وتعالوا نحل على اهو على الفعل suppose. بص يا اساتذه، قواعد اف دي اهي بدأ من رقم 5 لان 1 و2 و3 بصيت عليهم عاديين جدا، لكن انا جبت لك الحاجات اللي فيها افكار. زي ايه؟ من اول هنا اهو بيديك تدريب بس، هو مش بيسألك يعني، ده اختيارين بس. نقط تو ستادي، نقط اي تو ستادي، اي جيت فول مارك. بيقول نقط اي تو ستادي لو انا كنت ذاكرت كويس اي جيت فول ماركس، انا كنت هجيب درجات كويسه. واحده واحده. الفعل ده المفروض اصلا يبقى I would get. ليه بقى؟ اصل وير والفاعل تو والمصدر، وير والفاعل اسم وصفه، عشان كده الجمله دي المفروض دي تبقى would get. كنت ساحصل على دي اف الثانيه مش الاولى. طب ليه ما خدتش شود؟ شود عايزه الفاعل ثم المصدر، لكن وير والفاعل تو والمصدر، وير والفاعل اسم وصفه، دي اف الحاله الثانيه. افتكر معايا القديم. فدي الجزء ده مش مظبوط، فانت عشان كده هو مختار وير، وطبعا وير هي الصح. وير والفاعل تو المصدر، يبقى دي وود مش جيت مضارع. بص المثال 6. نقط يميت علي تل اسلوب امر. اول ما تلاقي اسلوب الامر يا حبيبي يبقى دي اف الاولى على طول. اول ما تلاقي اسلوب امر يبقى دي اف الاولى. طيب اف الاولى ممكن اشيلها واحط وير؟ قال لي لا طبعا، وير دي بتاعت اف الثانيه لانها ماضي بسيط. يبقى شود، وادي شود والفاعل ثم ميت المصدر، يبقى تمام. تعالى هنا wouldn't have solved، كم كلمه؟ 3، تبقى دي اف الثالثه. يبقى انت عايز حاجه تتحط مكان اف الثالثه. ليه ما خدتش اف الثالثه نفسها؟ عشان واخده بيم بس. عشان تاخد اف يا حبيبي لازم يبقى فيه هاد وتصريف ثالث، ما عنديش. اتاري بقى البديل بتاع اف الثالثه اسمه البديل منه فيه. مين البديل منه فيه؟ اخد الهاد بتاعه الماضي التام احطها مكان اف، تبقى هاد هي الصح. طب اخد اف ولا هاد؟ اي ريد ذا بوك، اقرا واغش من هناك. وود وهاف واكسبليند، كم كلمه؟ وود وهاف وتصريف ثالث، يبقى اف الثالثه البديل بتاعها هاد. هاد. طب ليه ما خدتش اف؟ عايزه هاد ريد، كده تبقى ماضي تام كامل، كنت خدت اف. طب نشوف 9. if the money. بص دي غريبه شويه، هي مش بتاعت امتحانات لكن فكرتها. if the money I had، كله ده اسمه فاعل يا جدعان، ركز في الجمله دي. لو الفلوس I had يعني اللي كانت معايا، اذا had دي ملهاش دعوه بالموضوع، دي تعتبر صفه بوصف الفلوس اللي كانت معايا بس، مش اي فلوس. لو الفلوس I had اللي كانت معايا نقط كانت enough كافيه، enough دي صفه. I would have bought، كنت اشتريت عربيه. طبعا ادي would وادي have وبوت، would وهاف وتصريف ثالث، تبقى اف الثالث. اف الثالث. عشان كده الهاد دي مش بتاع اف الثالث خالص. طيب دي كلها كده فاعل؟ فاعل. اخد هاد اناف، قال لي ما ينفعش، اناف دي صفه. طب هاد يا استاذ تنفع؟ غلط، هاد يمتلك، عايزه اسم. لكن هاد بين معناها يكون او كان كمان في الماضي التام. لو الفلوس اللي معايا، فخلي بالك عشان كده يعمل فصل غصب عنه، لان هاد دي مش تبع القاعده. لو الفلوس اللي معايا كانت كافيه، كنت اشتريت عربيه، فخلي بالك منها، غريبه. اف شيرد خدناها طبعا في اولى ثانوي على فكره، اللي فوقيها دي، بس ايه انتوا بتنسوا. طب اسال نفسي، هي ريد ده مضارع ولا ماضي؟ لا ماضي، لانه لو كان مضارع تبقى هي ريدز، شي ريدز، لكن دي ماضي. طالما ماضي يبقى اف الثانيه ماضي بسيط، وود والمصدر، ما ينفعش اخد ويل. تعال نحل احنا بقى التمارين. غش من الناحيه الثانيه. بص يا باشا، ادي وود والمصدر، حلو. يبقى انت عايز هنا ماضي بسيط عشان وود والمصدر اهي، يعني اف الثانيه نمسك دي اف عايزه فاعل هي، جميل. اناف ماني ده اسم ودي صفه، يعني مفيش فعل اصلا. خلي بالك دول كلهم تريكات. طالما ما عنديش فعل اصلا اخد اف تعمل ايه؟ طب وير لو كان، بص دي مش لو كان يمتلك، لو كان هو فلوس كفايه. عمر الواد ما يبقى فلوس كفايه، دي معناها لو كان. لكن شود، طيب شود عايزه فعل في المصدر، انا ما عنديش فعل اصلا، يبقى دي هاد. واحنا خدنا في الحاله الثانيه ليها 3 بدايل. 1 وير والفاعل، 2 والمصدر، وير والفاعل اسم وصفه، 2 هاد والفاعل ثم الاسم الذي يمتلك اللي هو ده اللي هو ماني. معناها لو كان يمتلك هاد لوحديها
تبقى اف الثانيه، لكن هاد او هاد وتصريف ثالث سواء كده وكده اف الثالثه. تعالى دول ما فيش فعل اصلا عشان تاخدهم. نقط يونيد ادي فعل في المصدر اهو. ان انفورميشن اسك اسلوب امر. اسلوب الامر يا حبايبي مش موجود الا في الاولى بس، اف الاولى بس. واليونيد ويل مش من بدائل اف الاولى. طب وكود ده ماضي مش من بدائل اف الاولى. اف الاولى ينفع مكانها شود، طبعا تنفع شود صح. وود مش بديل لان دي ماضي. البدائل بتاع اف الاولى مين؟ وين وشود فقط. لكن اف الثانيه ليها 3 بدائل. اف الثالثه غلبانه بديل واحد ومنه فيه اللي هو الهاد. هاد هي بين، اروح حاطط دايره على هاد وعلى بن، غش من هنا اهو. كده انا عرفت ان ده ماضي تام، يعني عرفت ان دي اقدم اف فيهم. ما تنفعش بقى وود والمصدر دي الثانيه ودي الاولى، تنفع دي ودي، واحده مثبته والثانيه منفيه. نشوف. هاد هي بين مور كيرفول، لو كان هو حريص اكتر هي نقط لو ماركس، كان نقط درجات منخفضه. لو كان حريص كان جاب درجات منخفضه؟ لا طبعا. if he been had he been more، لو كان حريص اكتر ما كانش جاب درجات منخفضه. wouldn't have got، ما كانش حصل على درجات منخفضه. طب لو غير كلمه low بكلمه high درجات عاليه، كنا خدنا الاخيره، كان جاب درجات عاليه لو كان حريص. لكن المعنى عايز نفي. هنا في been تصريف ثالث، اروح اغش من الطرف الثاني wouldn't to have وبروكن يبقى الثالثه، يبقى انا عايز ماضي تام. هاخد اف دي، قال لي ما تنفعش، عايزه هاد مع تصريف ثالث عشان تبقى سليمه. ويرد بتاع اف الثانيه دي ماضي بسيط. شد بتاعت اف الاولى والثانيه، لكن انا في اف الثالثه يبقى هاد، عشان البديل منه في هاد مع بينا هي تديك ماضي تام. رقم 5. نقط يو وير ان تشاينا وات فود، نقط انت في الصين وات فود ما الطعام وود يو ايت، ادي وود والمصدر يبقى دي اف الثانيه. يا ترى ان كيس اوف ازاي بعديها جمله كامله؟ اي روابط فيها اوف اوعى تجيب بعديها جمله كامله، يبقى دي بخ بره. وذوت ده حرف جر بره، اي روابط فيها حروف جر اقصد، اي روابط فيها حروف جر ما تجيبش وراها جمله كامله. نقط انت كنت في الصين انليس، لو ما كنتش في الصين ايه الاكل اللي كنت هتاكله؟ ايه ده بالعكس اقول لك لو كنت في الصين اللي هي افترض، سبوز هي اللي مكان اف الثانيه وتدي افتراض. افترض انت كنت في الصين، وطبعا طالما جاي في الاول يبقى اسلوب امر اهي، اسلوب امر فلازم يبقى فعل في المصدر طالما مثبت. نقط هي ابروبر بلان، نقط هي خطه، ادي اسم ودي صفه، مفيش فعل خلي بالك. نقط هو خطه مناسبه، هي wouldn't waste، ما كانش هيضيع وقت لو كان عنده خطه مناسبه. wouldn't والمصدر يبقى طلعت اف الثانيه. جميل. يا ترى لو كان يمتلك خطه مناسبه ما كانش هيضيع وقت، صح. هاد مكان اف الثانيه. اما وير معناها لو كان هو، دي معناها لو هو كان خطه مناسبه، كلام فارغ. طب واف الثالثه غلط ليه؟ غلط عشان دي وود والمصدر عايزه بعديها فعل ماضي بسيط. فين بقى الفعل الماضي البسيط؟ مفيش. وانليس نفس الكلام، نفس اشكال اف على فكره، ولكن انليس معناها اذا لم، بتدي معنى النفي، فاللي وراها لازم يبقى منفي. 7. You can borrow this book، تقدر تستلف هذا الكتاب نقط as you look after، قال لك طالما انت هتعتني بيه you can تقدر تستلف هذا الكتاب provided بشرط ما ينفعش وراها as provided تاخد ذات يا ما تاخدش حاجه خالص. طب if ما ينفعش وراها as، لكن as long as يعني طالما انت تقدر تستلف الكتاب، طالما انت look after it هتعتني بيه. رقم 8. mother says، الام بتقول we can watch TV on نقط that، اهو احنا نقدر نتفرج على التلفزيون بشرط ان، on condition that بشرط ان we do our homework. on ادي قلنا اهي condition that ده expression على بعضيه معناه بشرط. اما provided ما بتاخدش قبلها on provided عايزه بعديها that او تتحذف بس، لكن ما فيش on. long اسمها as long as، ارجع للبدائل العامه بتاعت if. واف طبعا لوحديها ملهاش حروف جر ولا قبلها ولا بعديها ذات تنسى. الجمله 6. 9. نقط هي understands the lesson if he read، اروح حاطط دايره على الطرف ده. دايما قواعد اف عامله زي كفه الميزان يا اخوانا، لازم تبص هنا عشان تعرف ايه اللي هنا، من غير كفه الميزان من غير ما تبص هنا مش هتعرف تحل صح. تعال نشوف. he read ده ماضي بسيط، هو قرأ ذا سمري الملخص. يا ترى ويل ازاي ده ماضي بسيط وناخد ويل؟ انسى ويل وانسى كان، ممنوعات يا صاحبي. يا did he understand the lesson if he read، هل هو فهم الدرس لو هو قرأ في الصيف؟ لو سوري لو هو بيقول لك would he، هل كان سوف يفهم الدرس لو كان قرأ في السمر، لو كان قرأ السمري، انا اسف دي مش سمر دي سمري، دي سمري سوري.
بس سرعه بس اهي. تعال نشوف الجمله اللي بعديها رقم 10. نقط training we will not، اروح حاطط الدايره على will اهو. نقط المطر we won't be able to finish the game. won't be سوف لا نكون قادرون ان ننهي اللعبه. if it didn't، اولا won't دي مستقبل يا جماعه، مستقبل بويل او won't، يعني didn't غلط وستوبد غلط طبعا. مفيش نص مضارع ونص ماضي، ريح دماغك، ده الاساس بتاع كل الازمنه اصلا. ماشي. should it stop معناها should it لو الميه ستوب بطلت تمطر، سوري لو السما بطلت تمطر we won't be able to finish the game، مش هنلحق او مش هنقدر نخلص الجيم. طبعا صح، لو السما ستوب دريننج بطلت تمطر مش هنلحق، لا ده اذا لم توقف السماء المطر مش هنقدر ننهي الجيم. طبعا دي في المعنى، لكن دي غلط في المعنى، رغم انها في الصح ان شود بتتحط عادي مع اف الاولى وتتحط كمان مع اف الثانيه، ولكن المعنى غلط. انلس، اوعى الجمله اللي بعد انلس على طول تبقى نافي، اوعى ولا مره. 11. he will catch the train، هو هيلحق القطار، اروح احط دايره على will catch. نقط coming in time، coming in time ده فعل مضاف له ing، يعني عايز حاجه مش رغي. if عايزه جمله كامله رغي، unless عايزه رغي. اتبقت يا in case of يا in spite of. in spite of دي معناها بالرغم من، دي بتساوي despite يا جدعان، بيجي بعديها اسم او ing، بس دي تناقض. ولكن هو هيلحق القطار في حاله ان ياتي في الوقت المناسب. كلمه in case of، in case of يعني في حاله، فهو بيلخبطك ما بين of و of، دي كلمه ثانيه خالص بتاع التناقض، روابط التناقض. رقم 12. نقط studying hard ده فعل مضاف له ing، يبقى مش عايزين رغي. in case عايزه رغي، وبروفايدد عايزه رغي، سواء بروفايدد او بروفايدد ذات مش هتفرق. والونج برضه ده عايزه رغي، لكن بالمذاكره الجاده هي would have got، كان حصل على درجات عاليه. دي اسمها البدائل العامه بتاع اف، وكل الحاجات اللي ورا اسم ing عباره عن حروف جر. رقم 13. نقط you have any problem، نقط لديك اي مشكله. give me اسلوب امر، يبقى دي الاولى، اديني رنه بس. يا ترى وير ازاي جيف اسلوب امر مثبت مع وير، يبقى دي بخ، وهات بخ على فكره. كويس. should you have لو انت عندك اي مشكله اديني رنه، صح. لكن دي بيقول له unless لو ما عندكش اي مشكله رن عليا. طب ارن اقول لك ايه، ما انا ما عنديش مشكله، فدي غلط في المعنى. additional grammar booklet. تعال نشوف بقى التدريبات الاضافيه دي، فيها دلع شويه. التدريبات الاضافيه فيها افكار حلوه برضه. هاد ايه ترند، تروح حاطط الدايره الاول على الفعل ده عشان تحدد انت في زمن ايه. كويس. عرفت ان دي بره، بس نكمل. هاد ايه ترند معناها لو كانت السماء مطرت سو هيفلي بغزاره ونقط فلادز، احنا نقط فيضانات. يا ترى وونت هاف هاد ما كانش هيبقى عندنا فيضانات. خلي بالك دي في الثالثه ماضي تام اهو، ماضي تام، يبقى انت عايز وود وهاف وتصريف ثالث. طب دي وود هاف بس مش هتنفع، انا عايز وود وهاف وتصريف ثالث اهي. لو السماء كانت مطرت بغزاره كان هيبقى عندنا فيضان، امر طبيعي. 15. نقط ذات، في ذات هيبقى انت عايز اكسبريشن، دي از لونج عايزه از، يبقى دي غلط. وايماجين تخيل، نسيبها. سبوزد بس جايه في الماضي، هنشوف. نقط ذات يو ليفد ان انت كنت عايش في جنب البحر. وات وود يو، ادي وود وادي دو، في الحاله الثانيه اهي، في الثانيه. وات وود يو دو، كنت هتعمل ايه. كونديشن غلط، عايزه تاخد اون كونديشن مع ذات، لكن كونديشن بس غلط. لازم الاكسبريشنز بتاع حالات اف او بتاع بدائل اف العامه تنزل زي ما هي. طيب imagine زي الفل، ده اسلوب امر، هي دي اللعبه. خلي بالك هو ده الصح، لان اي فعل يجي في الاول باسلوب امر لازم يبقى في المصدر. لكن supposed غلط. عارف دي لو كانت suppose بس كانت هتبقى صح. لو suppose او supposing دول كانوا يبقوا صح. لو هنا suppose يعني افترض، supposing ذات معناها افترض ان، ولكن imagine عشان اسلوب امر دي جايه في الماضي بقى supposed عايزه قبلها فاعل، غلط. طالما جت في الاول يبقى اسلوب امر، مهمه فيها فكره. don't go to that restaurant، لا تذهب الى هذا المطعم، ادي don't مضارع. نقط you like Chinese food، ما تروحش المطعم ده لو انت مش بتحب الاكل. unless اذا لم تحب الاكل الصيني ما تروحوش. ليه؟ اكله كله يقرف صين مثلا يعني. اف غلط في المعنى. طب واف نوت غلط لان النفي بتاعها تنفي الفعل الاساسي مش اف نوت. ان كيس غلط معناها في حاله، على فكره دي هي دي. اف وان كيس بيساووا بعض، عشان كده هما الاثنين غلط. بس الفرق ان كيس معناها بعمل الحاجه احتياطي، يعني خد معاك الشمسيه
في حاله الدنيا تمطر، فطالما هاخد الشمسيه احتياطي كده كده يبقى اسمها ان كيس احسن من اف. لكن اف معناها لسه هستنى لما تمطر اروح اجيب الشمسيه واجي، ده الفرق بينهم بس. اونلي جمله جميله، فقط. open the door او this door، فقط افتح هذا الباب في حاله emergency الطوارئ، ده اسم. اي حاجه بيجي وراها جمله كامله احذفها على طول من غير ما تفكر، كل ده وراه جمله كامله، مفيش غير in case of في حاله الطوارئ. 18 you will make mistakes، انت هتغلط، يا ساتر يا رب. نقط you are careful، لو انت كنت حريص. ازاي؟ انت هتغلط اذا لم تكن حريص، ودي جمله كامله في فعل وفعل يبقى اسمها جمله كامله. unless ده حرف جر without عايز اسمه اي ان جي، ان كيس هي اف اصلا. 19 نقط your carefulness دي اسم معناها حرصك. you would وهاف وهيت كنت هتخبط الولد، بدون حرصك كنت هتخبط الولد. in case of معناها في حالة حرصك هتخبط الولد، ابقى حريص واخبطه ازاي؟ but for يعني بدون حرصك تنفع. طب if it weren't for معناها بدون، جميلة، بس دي بتساوي اف التانية، عايزه الناحيه الثانيه وود والمصدر بس، لكن انا عندي وود وهاف وتصريف ثالث، يعني اف ايه؟ اف الثالثه، دي 3 شرط اف الثالثه اهو. unless غلط، عايزه وراها جمله كامله، لكن انا ما عنديش جمله كامله، انا عندي اسم. علي will attend the lecture، هيحضر المحاضره. نقط ذات he comes on time، بشرط انه يجي في ميعاده. واحده هيحضر المحاضره، اف مع ذات ما تنفعش، unless مع ذات ما تنفعش. provided that معناها بشرط ان، تنفع provided that او provided بس، وتنفع providing that او providing بس، ومكتوبين قبل كده. should that مفيش الكلام ده. نقط he put down his roots in the country، لو ما كانش ليه جذور في الريف he wouldn't have had a peaceful life، ما كانش هيعيش حياة آمنة أو هادئة. أولا wouldn't مع have had 1 2 3 تبقى اف التالتة، جميل. ليه بقول اف التالتة؟ عشان دي weren't مش هتنفع، دي تبع اف التانية، حلو، وتبقى وير كمان مش weren't، كويس. طب hadn't he put down لو لم يكن له جذور في الريف، ولا having عايزه بعديها تصريف ثالث، ما ينفعش، ده الواد شوبير لو انت فاكر، لكن دي جمله كامله، دي فعل وفعل. طب shouldn't he المفروض اقول shouldn't دي مكان الاولى، خلي بالك shouldn't دي تنفع مكان الاولى وتنفع مكان الثانيه بس، لكن الاجابه الوحيده هي hadn't مع put اهي تديك ماضي تام اهي، hadn't to put ماضي تام، وادي الناحيه الثانيه would have تصريف ثالث زي الفل. 22 نقط هي had enough cash، اولا had لوحديها اروح كاتب كده ماضي بسيط لان ما جاش وراها فعل، اوعى تفكر enough دي فعل، دي صفر وده اسم. نقط هو كان لديه enough cash يعني فلوس كافيه، he wouldn't be اروح حاطط دايره على wouldn't be كده واكتب الثانيه، دي اف الثانيه ما كانش هيبقى قادر to pay for يدفع ثمن الكتب. واحده اولا انا عندي جمله كامله هي وهاد، ادي فعل يبقى without بره، كويس. وعلى فكره اف وان كيس نفس المعنى بس خليهم احتياطي. نقط هو يمتلك فلوس كافيه، هي wouldn't be ما كانش يقدر يدفع ثمن الكتب، لو ما كانش معاه فلوس مش لو كان معاه، يبقى دي ودي هتدي معنى الاثبات، اذا المعنى عايز نفي. لو ما كانش معاه اذا لم. take your umbrella اسلوب امر مثبت، يبقى الاولى خد الشمسيه بتاعتك. نقط it rains في حاله انها تمطر، طالما قال له خد الشمسيه يعني هياخدها من باب الاحتياط، يبقى ان كيس اهم من اف. طب ان كيس اوف مش عايزه فعل وفعل، دي فعل وفعل حتى لو فعل غير عاقل. unless عايزه فعل وفعل، دي غلط في المعنى، معناها بدون. 24 you can borrow my camera، انت تقدر تستعير my camera الكاميرا بتاعتي. نقط you promise to keep it، you can borrow تقدر تستلف الكاميرا طالما انت وعدت ان انت هتحافظ عليها. يا ترى وير؟ قال لي لا غلط، وير ده عايزه تحط مكان الرابط، وفي نفس الوقت ازاي وير مع بروميس؟ ما تنساش ان بروميس فعل اساسي وفي المصدر، مفيش فيرب تو بي في الانجليزي، من الاساسيات اللي قلناها في اول محاضره الاساسيات دي. ان كيس اوف عايزه وراها في اسم او اي ان جي، از لونج از طالما، هي دي الصح، طالما انت وعدت انك هتحافظ عليها، لكن unless غلط في المعنى. حلوه قوي، الله دي تحفه. 2025 بيحب الافكار دي جدا. ايه هي؟ كل الناس فاكره ان باسنج ده فعل اخره ان جي، انا هفاجئك بقى بان ده فاعل او بيسموه اسم فاعل. عرفت منين يا استاذ؟ اهو بص شايف دي
يا حبايب قلبي مفيش حاجة اسمها فعلين في جملة واحدة، خلي بالك من دي. مفيش حاجة اسمها فعلين في جملة واحدة، مهمة جدا. ماشي. نقط passing the driving test is a must معناها لو نجاحك في امتحان السواقة ضرورة. is a must. a must غير must لوحديها. a must يعني ضرورة. you have to يجب عليك. you have to train well for the test. you have to train انت مجبر، يجب عليك انك تتدرب جيدا for the test لهذا الامتحان. واحدة واحدة. الناس اللي فكرت ده فعل اخره ان جي عيني جريت على ان كيس، واصلا دي يعتبر حط لك اختيارات سهله. ده لو عايز يصعبها هيحط لك ان كيس اوف عشان انت تتورط وتاخد حاجه من اللي فيها حروف جر وتقول لي ده فعل اخره ان جي. اوعى، ده كله ده اسم يا حبيبي. النجاح في امتحان القياده يكون ضروره. يو هاف تو ترين يجب عليك انك تتدرب كويس فور ذا تيست لو امتحان القياده. ان كيس passing the driving along as long as تنفع. unless طبعا غلط، وشد غلط، عايزه فعل في المصدر، عايزه دي بي. اتبقت يا ان كيس، اتبقت along as long as. طبعا الاجابه طالما امتحان القياده مهم انت مجبر تتدرب عليه كويس. على فكره دي ان كيس في حاله انه يبقى مهم، لا في حاله دي بتدي شك ايوه او لا، او اعمل الحاجه من باب الاحتياط. عشان كده دي غلط، ناس كتير هتختارها. ان كيس غلط، وان كيس اوف برضه غلط. جمله خطيره لان دي بتدي الشك اصلا، وهو بيقول لك ده انت لازم ساعتها تتدرب، يعني مفيش شك. تمام. الجمله 26 يا شباب. You won't be allowed مبنيه للمجهول، ادي بي مع allowed مجهول. سوف لا يسمح لك ان تدخل نقط انت تمتلك دعوه. يا ترى اذا تمتلك دعوه؟ طبعا ازاي؟ بشرط تمتلك دعوه. غلط، يعني يبقى معاك دعوه ما تدخلش. لا، اذا لم اللي هي unless. اما but for يجي بعدها يا اسم يا فعل اخره ان جي. 27. You نقط were accused of انت نقط كنت accused of يعني متهم بالسرقة. What would you do؟ ادي would اهي وادي do. في الحالة الثانية would والمصدر ماضي بسيط. would والمصدر. بيقول له افترض ان انت كنت متهم بسرقة، كنت هتعمل ايه؟ طبعا imagine ده فعل ماضي ما ينفعش يجي في الاول يا جماعة، لازم اللي يجي هنا يكون اسلوب امر، فبالتالي بيكون فعل في المصدر. حلو. يا اما supposing يعني افترض. طبعا unless غلط. ليه؟ اذا لم تكن متهم بسرقه هتعمل ايه؟ ما انت طول ما ده الطبيعي يا ابني ان يبقى مش متهم، ده الطبيعي. طب ان كيس اوف غلط. ليه؟ عايزه اسم اي ان جي عشان حرف الجر، فالاجابه supposing. بص هنا تنفع ايه؟ تنفع imagine اسلوب امر تخيل، وتنفع suppose بس افترض، وتنفع supposing برضو افترض. خلي بالك منهم لان دي بيسموها اسم فاعل، دي انا بقول لك عليه. يبقى تنفع suppose بس، supposing او imagine من غير imagine دي بالاي دي. imagine اسلوب امر. تعال نشوف 28. he wouldn't agree to do extra tasks. هو ما كانش هيوافق انه يقوم باعمال اضافيه without بدون. اهو بدون دي عايزه ايه؟ فعل اخره ان جي يا اما اسم. he wouldn't agree to do extra tasks. هو ما كانش هيوافق انه يقوم بمهام زياده بدون paying من غير ما يدفع. يعني هو اللي يقوم بمهام ويدفع كمان. تيجي ازاي؟ جمله حلوه فيها فكره. عشان كده اي جرامر لازم تساله معلوم ولا مجهول، عشان المجهول جاي لك كتير. without being paid بدون ان يدفع له. طبعا عايز اي ان جي بعد without سواء معلوم او مجهول يتحط له being وتصريف ثالث. قلنا على المجهول مليون مره. You can't drive a car. انت ما تقدرش تسوق عربيه. نقط you are 18 or older. انت ما تقدرش تسوق عربيه طالما انت 18 او اكبر. ازاي؟ ده بالعكس، لو 18 او اكبر. اذا لم انت تكون. صح، لو انت ما كنتش 18 او اكبر ما تقدرش تسوق. صح. اون كونديشن معناها بشرط يبقى عندك 18 يا اعلى وما تقدرش تسوق لو خدتها. without طبعا مش عايزه جمله كامله لان ده اي حاجه فيها حرف جر عايزه اسم شيء او ان جي. نقط he travel to France. he would improve اهي would والمصدر يبقى اف الثانيه. لو انت قلت if he travel هتبقى travel كده مضارع. ركز معايا ازاي بقى travel مضارع. لا وكمان ايه he travels يعني حتى ما طالتش مضارع يا اخي، فدي غلط. طب where he travel ازاي اخد فيرب تو بي مع مصدر؟ امال ايه الصح؟ where والفاعل to والمصدر where والفاعل اسم وصفه. دي where لو هتدخل مكان if يهادوا مع اسم الشيء. طيب وير مش هتنفع لان ده مصدر، عايزه وير والفعل تو المصدر. يعني لو كانت وير هي تو ترافل كانت تبقى كده. اوعى تفكر تو فرنسا هي تو ترافل، اوعى.
اوعى تو بتاعه الفعل. الاجابه should. والغلط مش مكان اف الثانيه دي، اف الثانيه تبقى مكانها should، مكان الاولى والثانيه should، وكده كده بعد should الفعل ثم المصدر، ده امر طبيعي. الجمله 31 حلو. نقط هم، مفيش جمله كامله، يبقى بخ 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 بس من غير ما اقرا الجمله، في حرف جر بدونه I wouldn't have been، ما كنتش been I wouldn't have been able to survive. 32 نقط you were in China what food، ادي تاني اتعاد التاني would والمصدر يبقى اف التانية in case of عايز وراها اسم. unless غلط، بيقول له اذا لم تكن في الصين كنت هتاكل ايه؟ هاكل العادي طبيعي، ده الطبيعي، لكن انت بتسأل على حاجة مختلفة عن الطبيعي اللي هي افترض، اهو ده اسلوب امر. افترض عشان ادي اف التانية، افترض كنت في الصين، طبعا بيفترض حاجة مش موجودة دلوقتي، اف التانية كده عاملة زي التعبيرات اللي رقبتها عوجة، بتفترض حاجة مش موجودة دلوقتي او بيتمنى حاجة مش موجودة دلوقتي. اوكي. without عايزة بعديها اسم او ان جي، تنفع suppose او supposing او imagine من غير الاي دي. نقط you hadn't spent so long، you hadn't spent اهو ده ماضي تام. in the sun لو انت مش ما قضيتش وقت كتير في الشمس you won't have وgot، يبقى اف التالتة. ما كنتش ستحترق، جلدك ما كانش هيحترق. if you hadn't طبعا جملة كاملة وماضي تام زي العسل، وده نفي مستحيل تبقى unless والجملة اللي وراها منفية. should عايزة وراها مصدر ودي بديل if، وهاد غلط علشان في hadn't اصلا وتصريف ثالث، يبقى if العادية خالص. ليه؟ الفعل كامل وراه مش ناقصه حاجه. نقط هي رايت ناو حلوه، دي معناها هنا، تعتبر ظرف مكان يعني. هي وود نو، ادي وود نو اهي، وود والمصدر يبقى دي اف الثانيه. جميل. ان كيس في حاله هو هير، ازاي ان كيس في حاله هو هنا؟ فين الفعل؟ عايزه فعل يا جماعه، لكن هي وير انا كده عايز كلمه تسد فعل وتكون رابط في نفس الوقت عشان نبقى واضحين. ان كيس عايزه فعل ثم فعل، انا مش عندي فعل يا جدعان اهو، لا ناو فعل ولا رايت فعل ولا هير فعل ولا هي فعل، يبقى دي بدون فعل، يبقى انا عايز كلمه تسد الاثنين. unless غلط مش هتسد الاثنين. where he here معناها لو كان هو هنا، would ادي دي اف الثانيه يبقى ينفع where، وادي الفعل ثم تعتبر الصفه اللي هي هنا، صفه او ظرف مكان زي ما تقولها قولها. طبعا اف غلط، عايزه فعل وفعل، ما عنديش فعل اصلا. فوير بتسد حاجتين، بتسد فعل بمعنى لو كان، وتسد كمان رابط. 35 نقط يور هيلب، يور هيلب دي اسم، he wouldn't have got اهي، wouldn't to have وgot يبقى دول 3 اهو. نقط مساعدتك، هو ما كانش هيحصل على الوظيفه بدون مساعدتك، طبعا دي عايزه جمله وده عايزه جمله وده عايزه جمله، من غير ما تقرا هات لي اللي فيه حرف جر. 36 نقط a movie star، a movie star ده نجم اسم ودي صفه، نجم سينمائي. I could get طبعا could وجيت بس يبقى دي اف الثانيه بدل would والمصدر could والمصدر. ومال لو انا كنت نجم سينمائي كنت هقدر احجز اي اروع ترابيزه في المطعم، لو كنت، طالما حط حاجه استحاله وفي نفس الوقت حاجه افتراضيه، ما ينفعش اخد ووز اي وفي نفس الوقت عايز بديل. البديل بتاع اف الثانيه عمره ما كان ووز، كانت وير بس، لان وير بتمشي مع اي فاعل، وير مع هي، وير مع اي، وير مع شيء، ايوه في اف الثانيه بس. ليه؟ لانها تعبر عن الاستحاله، عشان كده الاجابه وير اي. طب وليه ام اي؟ غلط لان ده اصلا ماضي. حلو. طب اف اي ام، ازاي ام مع الماضي؟ قلنا غلط، تبقى وير اي لو كنت انا. 37 نقط اي يور تيتشر، نقط انا مدرسك، اي وود فورس يو، وود والمصدر اهي يبقى اف الثانيه، كنت ساجبرك انك تحاول باكثر جديه. وير اي يور تيتشر لو انا كنت مدرسك، طبعا صح، هي البديل بتاع اف الثانيه، لكن ووز مش بديل اف الثانيه. طب هاد يعني لو كان يمتلك، دي معناها امتلك. لو كنت انا امتلك مدرسك، امتلك اعمل بايه؟ لان دي ودي بدايل اف الثانيه، بس دي معناها لو كان ودي معناها لو امتلك. شد غلط، كده كده عايزه فعل في المصدر، انا ما عنديش فعل في المصدر. لكن وير حلاوتها انها بتسد فعل ورابط في نفس الوقت مع اف الثانيه. 38 نقط زي run out of tickets، كلمه run out يعني ينفذ، لو هم خلصوا تذاكر we will have to، ادي will وهاف، دي will والمصدر يعني سوف نضطر، ده فعل بمعنى يضطر على فكره. go to another cinema، نروح سينما ثانيه، ودي will الحاله الاولى، عمري ما هاخد ناحيتين فيهم will مبدئيا، ولا ويرع ودي فيها will مبدئيا، ولا هاد عشان ماضي مع will مبدئيا، ممنوعات يا صاحبي.
should. اشمعنى should؟ ما هي بيجي وراها فعل في المصدر اللي هي run out يعني ينفذ، معناها لو هم، وهنا تترجم لو، ملهاش دعوه بيجب. 39 نقط you get out مضارع اهو in the cold، نقط انت تخرج في البرد you won't catch، ادي won't اهي مستقبل. حلو، ده مستقبل وده مضارع ودي جمله كامله. if you get out لو انت بتخرج في البرد you won't catch مش هتصاب بالانفلونزا، غلط في المعنى. where ما تنفعش مع will. but for عايزه بعدها يا اسم يا فعل اخره ing. unless اذا لم you get out in the cold مش هتصاب. لو ما بتخرجش في البرد مش هتصاب بانفلونزا، امر طبيعي لو انت دافيان في بيتكم. she gets جمله كامله ودي gets مضارع. a promotion she won't get اهي مستقبل. حلو، دي جمله كامله يعني اي حاجه فيها حرف جر بره. لا وكمان ده مستقبل يعني بعد اذنك يا وير انت مش تبع المستقبل خالص. اما اف وانليس بيجوا مع اي زمن بقى على حسب الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، بس الفرق في المعنى. نقط هي تحصل على ترقيه she won't get more money مش هتحصل على فلوس. اذا لم تحصل على ترقيه مش هتحصل على فلوس اكتر، هتفضل زي ما هي اذا لم، عشان المعنى بس. 41 نقط هي بلايد، اول ما شفت بلايد رحت شاطب دي. ليه؟ عمرها ما هتيجي معاها. لا وكمان دي عشان هتديك مبني للمجهول من غير ما اقرا الجمله. ده مع ده يديك مجهول والجمله معلوم فيها هي. نقط هو بلايد ويل هي وود هاف وان، ادي وود وهاف وان، 1 2 3 يبقى اف الثالث، يبقى عايزه ماضي تام البديل بتاع اف اهي. طب ليه ما خدتش اف؟ ما انت لو خدت اف عايز ايه؟ اف هي هاد بلايد، عايز فعل كامل بقى. لو خدت اف انا مش مانع بس هات لي هاد وتصريف ثالث تبقى فعل كامل. لكن طالما مفيش فعل كامل يبقى في بديل بقى، البديل منه فيه. نقط هي تو حلوه 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 حلوه، بتاعت امتحانات بتيجي حتى في التصحيح يقول لك طلع الجمله الصح. الوحيده اللي تاخد نقط والفاعل تو المصدر هي وير من غير ما اكمل، ده لو انا حافظ. طب ولو انا مش حافظ كمل بقى. وود بي طلعت اف الثانيه، جميل. ليه ما خدتش اف دي؟ قال لي لو انت خدت اف عايز فعل ثم فعل ماضي، انا ما عنديش فعل ماضي بسيط عشان يبقى هو دول المصدر. طب ما خدتش هاد ليه؟ هاد بتيجي هنا حلو في حاله اف الثانيه بس، هاد والفاعل ثم اسم شيء، معناها لو كان يمتلك، دي معناها لو كان يمتلك، لكن هنا معناها يساعد، ده فعل ما فيش شيء يمتلك. طب وشود ملهاش حروف جر في الانجليزي، انت عندك هنا تو، يبقى الاجابه وير. وير هي ايه ده؟ هي وير بتاخد ايه؟ ايوه في الحاله الثانيه كله ينفع ياخد وير. 43 نقط the bird dancing، نقط الطائر بيرقص you would have loved، would وhave وloved، 1 2 3 يبقى في الثالث. لو كان الطائر بيرقص، لو كنت شفت الطائر بيرقص you would have loved too، كنت ضحكت ايضا. واحده واحده. if you saw انا عرفت ان دي في الثالثه كويس، عايز بقى هنا ماضي تام، ده ماضي بسيط بخ. طب وير والفاعل تو والمصدر، دي مكان اف الثانيه. شد مكان الاولى والثانيه يعني دي بره كده كده. هاد هي هاد يو سين اهي، دي اسمها بديل اف الثالثه، البديل منه فيه. لو كنت شفت طائر بيرقص كنت هتضحك، وهكذا. 44 نقط ماي فادر، طبعا ده اسم وطالما اسم هنشوف. يو طبعا عمري ما هاخد دي لان شود عايزه الفعل ثم الفعل في المصدر عشان ده ناقص، بس كم؟ يو وود وهاف وثوت، 1 2 3 يبقى في الثالث would وهاف وتصريف ثالث. كنت انت ستعتقد he was wonderful too. نقط my father if you know، لو انت كنت عارف ابويا you would have thought يعني كنت ستعتقد he was a wonderful too ان هو رائع ايضا. ببساطة دي نيو ماضي بسيط، هنحط البديل had you known، هي دي الصح ماضي تام. اما were والفاعل to والمصدر دي اف الثانية، عايزة الناحية اللي هناك would والمصدر could والمصدر وهكذا، دي الثانية. 45 نقط ذات، عايز حاجه فيها ذات عيني. لونج از لونج از. imagine تنفع بس هنشوف اسلوب امر ولا لا. نقط يو ليفد كنت عايش جنب البحر، وات وود يو دو زهقنا منها، اسلوب امر. كونديشن غلط، عايزه اون كونديشن ذات، لكن اسلوب الامر imagine. طب وسبوزد غلط ليه؟ لان مش اسلوب امر. طالما جت في الاول هقول لك تاني يا سبوز بس يا سبوزنج بلاين جي يا imagine في المصدر عشان يبقى اسلوب امر. تخيل ان انت عايش جنب البحر. طيب بيقول نقط you do your job you will be، ادي will be اهي fired، كنت ستفصل. نقط you do your job، يا ترى if you do your job لو انت عملت شغلك انت هتتفصل؟ طبعا كلام فارغ. unless you do دي صح، in case of عايزه اسم او ing لكن ده فاعل وده فاعل.
يبقى دي غلط. without عايزه اسم او ان جي. ليه؟ في حرف جر وده حرف جر، ما ينفعوش. تمام كده انا حليت معاك يا باشتنا على قواعد اف، كل الافكار بتاعتها الحلوه والتريكات الجميله. دلوقتي هنحل على قاعده ا وان وذا والنو ارتكل. تعال نشوف. أو قبل اي حاجه افتكر معاه وسجل، تروح تسمع، عايز تسمع الشرح تاني اوكي. اي اسم لازم تساله في الاول، لو طلع اسم مفرد اجري على الآ او الان اذا كان يعد. حلو. اما لو لا يعد مش هياخد حاجه خالص. بيقول I hope انا اتمنى الامتحان we are going to have اللي احنا هناخده tomorrow بكره يكون سهل. طالما قال لك انهي امتحان اللي احنا هناخده بكره اذا محدد ياخد ذا. بص يا حبيب قلبي، اي اسم بعد النقط يدي لك معلومات عنه بعديه يشرحه هو، معلومات عنه هو، خد ذا وانت مغمض. حلو. my father is not، طبعا احنا خدنا الاسم الذي يكرر لتاني مره بياخد ذا، هتيجي بعد شويه. my father is not engineer، مهندس، اروح كاتب اسم مفرد. in a steel factory، في مصنع حديد وصلب. كم مهندس؟ مهندس واحد. تتجمع تتجمع تبقى انجينيرز. اي اسم مفرد يعد ياخد ا او ان، بس انجينير اولها اي تبقى ان انجينير عشان اولها اي متحرك. رقم 3 حلو قوي، فيها فكره، كل اللي فيه فكره اعلم لك عليه. ومن النساء ده اسم جمع. النساء بيلعبوا دور مهم في المجتمع ان سوسايتي طبعا. حلو. يا ترى اقول ذا ومن؟ لا، قال لي بص اكتب عندك، اكتب اذا بتكلم على فصيل او نوع، اي نوع على بعضيه بصيغه المفرد ياخد ذا اجباري، زي الامراه لها دور مهم في المجتمع. هنا بقى انا اتكلمت بصيغه الامراه تاخد ذا، لكن ومن النساء جمع بدون اي، يبقى نو ارتكل. نو ارتكل. اما ذا غلط، عايزه اسم مفرد اكون بتكلم عن النوع كله بس بصيغه المفرد. وان غلط لان كده كده ومن النساء اسم جمع، خلي بالك منها. دي نفس الكلام. I read نقط يوسفul book، انا قريت كتاب مفيد امبارح. حلو. ده اسم مفرد يعد يعني غصب عني، ودي صفه، وعنك عايز يا يا ان، يبقى دي غلط ودي غلط عشان ده بوك. يوسفول بقى، كلمة يوسفول اتنطقت يه، اكتب عندك حرف اليو او الاي عندما ينطق يه يعامل بالصوت فيعامل كساكن، طالما اتنطق يبقى ساكن. يه عامله ساكن تبقى يوسفول، رغم ان اليو متحرك ولكن اتنطق ساكن. اليو والاي لو اتنطقوا عاملهم بالصوت، لو اتنطقوا يه يبقوا ساكن. الاختصارات زي MP3 ومثلا SMS، اي اختصارات بتتاخد بالصوت برضه، يبقى اولها ساكن بس صوتها متحرك. تعال نشوف هنا. لا نستطيع ان نعيش بدون مياه، بيتكلم عن المياه بشكل عام، يبقى نو ارتكل. بدون ميه، انهي ميه ما حددش. اكتب عندك الاسماء المعنويه والاسماء التي لا تعد لا تاخذ اي ادوات معرفه الا اذا تم ذكر معلومات عنها او اذا شرح بعدها، عشان دي حته استنتاجيه مني مش موجوده في الكتب. موضوع لو قلت لك ايه الميه اللي انا شربتها امبارح، خلاص كده انا حددتها تاخد ذا، لكن اتكلمت بشكل عام على الحاجات الاسماء المعنويه والتي لا تعد ما تاخدش حاجه. زد، حرف الزد از نقط لاست ليتر، هو اخر حرف في الالفابت اللغه الانجليزيه، يبقى ذا لاست ليتر اخر حرف. ليه؟ لانه مفيش غيره محدد فياخد ذا. دي حلوه جت قبل كده. اسبين، اسبانيا از نقط يوروبيان كانتري، كانتري يعني دوله، اسم مفرد يعد، يبقى غصب عني يا يا ان. طب كلمه يوروبيان اتنطقت يه يبقى تاخد الآ. ليه؟ تاخد الآ اعتبرها ساكن خلاص، والساكن بياخد آ. هنا did you know، هل تعرف ذات أن the sun فريدة من نوعها هي أكبر كوكب؟ أي اسم فريد من نوعه في منه واحد بس على مستوى الكرة الأرضية أو العالم خد ذا. I always have breakfast، دي جملة حلوة. ليه؟ هقول لك ليه. أنا دايما بفطر مع عيلتي. حلو. ما وصفليش أنهي فطار، يبقى نو ارتكل. اكتب الوجبات والمواد الدراسية واللغات لا تأخذ ذا، يعني أقول I like English، ما ينفعش أقول ذا English. التاني الوجبات والمواد الدراسية واللغات لا تأخذ ذا إلا إذا تم تحديدها بعديها بمعلومات، زي الفطار اللي فطرته عند خالتي كان رائع. كده أنت خلاص بتتكلم عن فطار معين مش في المجمل، فلازم ساعتها ياخد ذا. لكن هنا لا، ذا باسيفيك اوشن، المحيط الهادي مفيش منه غير واحد بس ياخد ذا.
نقط موبايل. الموبايل اللي انا اشتريته امبارح رائع، از سمارت، يتوصل بالنت. اي بوت يستردي، يبقى مش بيتكلم على اي موبايل وبس، محدد بذا على طول. حلو. nothing in life، لا شيء في الحياه افضل من بيس السلام. بيس اوف مايند ده اكسبريشن على بعضيه بقى، اللي هو راحه البال، ده اكسبريشن ما يتفصلش، نو ارتكل، ما ياخدش اي حاجه خالص. 13 every child، كل طفل has to wear، يجب ان يلبس a uniform، الزي اتنطقت يه، uniform اتنطقت يه اهي يه. في الحاله دي ناخدها بالصوت، تاخد a uniform. my neighbor، جاري is honest trader، اسم مفرد يعد، honest الاتش سايلنت يبقى تشتغل على دي، تبقى جاري هو تاجر امين. عايز يا يا ان علشان هو مفرد يتعد، اخد ولا ان، الاتش ساكن ولكن هي سايلنت فماليش دعوه بيها، تبقى اشتغل على الاو، تبقى ان اونست زي ان اور. اور الاتش ما اتنطقتش، تشتغل على الاو متحرك. وات از ذا بيجست، طبعا ده اسلوب تفضيل، دي سهله دي عبيطه، دي مهمه بصراحه. كلمه ادفايس دي خطيره خطيره مهمه. كلمه ادفايس اكتب عندك، ادفايس بالسي معناها نصيحه ومعناها نصائح، لا تجمع ولا تعد وليس لها مفرد. يعني ما ينفعش اقول ادفايسز اوعى، ولا ادفايس او ان ادفايس اوعى، تقول ادفايس بس، يا اما سم ادفايس، ما تاخدش لا ولا ان اوعى. انا محتاج بعض النصائح عن ازاي اعمل كذا، لكن لو قلت النصيحه معناه ان مفيش نصيحه تاني غير دي، حددتها هي بس، وده غلط. some advice هي كده زي الفل. I want to write short story. short story يعني قصة قصيرة، مفرد يعد عادي. أنا أريد أن أكتب قصة قصيرة، أي قصة قصيرة short story قصة. لكن لو قلت القصة القصيرة معناه إن مفيش غيرها تاني، والشورت عادي ده ساكن تاخد I can't come out، الحاجات سهلة نعديها. tonight أنا مش هقدر أجي الليلة، ليه يا عم؟ I have an exam، عندي امتحان، مفرد يعد واولها ايه، تاخد عندي امتحان بكره. لكن ما عادش يشرح الامتحان ويقول لك ايه الامتحان بتاع بكره يا رب يكون سهل، ما حددوش. نقط بويم اي ريد، القصيده اللي انا قريتها. بص اهو اللي انا قريتها امبارح حددها لك بقى، مش اي قصيده وخلاص، لازم تاخد ذا، طالما ادالك اي معلومات عن الاسم اللي ذكروا لك بعض النقط لازم ياخد ذا. What time is نقط math lesson this afternoon، ما الوقت الذي يكون فيه درس الرياضة. What time is math lesson، درس الرياضة. احنا قلنا ان المواد الدراسية ما بتاخدش قبلها حاجة خالص، ولكن the math lesson درس الرياضة اسمع كده this afternoon يعني محدد، يبقى ياخد the math lesson. لكن لما اقول I like math، لما تقول مادة دراسية، عارف عاملة زي ايه؟ اللغات، اكتب دي عندك، اللغات انجلش ما تاخدش حاجه خالص قبليها، حلو. لكن لما اقول انجلش لانجوج، انجلش لانجوج اللغه الانجليزيه، هنا تاخد ذا، اكتبها عندك. نفس الكلام هنا، يبقى بتاخد ذا عشان لانجوج مش عشان كلمه انجلش. وهنا نفس الكلام عشان ليسون، ذا ماث ليسون درس الرياضه محدد. ولكن لما اقول الرياضه بشكل عام واسكت ما تاخدش حاجه، تبقى ماث بس. محمود دي الجمله رقم كام؟ دي 20 يبقى دي 21، مش هتفرق الارقام. محمود went to a school، راح مدرسه في القاهره، اي مدرسه ما قالش. ذا سكول اوبا اتكررت للمره الثانيه، غصب عنك لازم تاخد ذا من ضمن استخدامات ذا اذا تكرر الاسم المره الثانيه. تحتيها this is not first time that the tourists have seen the pyramids. the first time هذه هي المره الاولى، this is the first time لازم اسلوب التفضيل بياخد ذا كده كده، دي سهله. My sister enjoys playing the guitar، اسمعني بقى، أول ما الآلة الموسيقية تاخد فعل من الأفعال بتاعتها لازم تاخد ذا. لكن لو قلت أنا اشتريت جيتار، زي ما اشتريت كاميرا، زي ما اشتريت موبايل، تبقى I bought a guitar. ولكن لما أقول يعزف على الجيتار، يسمع الجيتار، يتدرب على الجيتار، أفعال خاصة بالجهاز نفسه، مش هقدر أخدها على الموبايل مثلا، زي كلمة أنا اشتريت موبايل، دي تنفع للموبايل ولللبس وتنفع للجيتار وهكذا. فلما يستخدم معاه فعل من الافعال اللي تخصه، اذا كان بيتعزف او بيتسمع او بيتدربوا عليه، لازم ياخد ذا، اكتبها عندك. ريتش الاغنياء يجب ان يساعدوا الفقراء، اي صفه عايز تجمعها تقدر تحط لها ذا. طبعا الصفه عندما يوضع لها ذا تجمع ذا بور الفقراء، ذا ديسيبلد المعاقين،
the rich الأغنياء وهكذا. I like driving in Red Sea. طبعا البحر الأحمر the Red Sea، مفيش غير واحد بس في الكون اسمه فريد من نوعه. هي دي اللي بقول لك عليها مهمة. فوق لما كانت لغة بس، هنا قال لك English language، خلص الموضوع. the English language مهمة. يبقى لما أقول المادة بس أو اللغة بس ما تاخدش حاجة. حطيت بعديها اسم يخصها يبقى lesson أو language لازم تاخد ذا. window of flat، الشباك بتاع الشقة اتكسر. يبقى مش أي شباك، لو قلت ويندو يبقى شباك، لكن الشباك بتاع الشقة. الأوف تديك ملكية، دايما بتدي ملكية، يبقى تاخد ذا. طالما محدد خد ذا. طيب I want cup of ده اسم مفرد. a cup of coffee ده كلام فاضي. I have got dog at home، أنا جبت كلب في البيت. واحدة. أنا لدي كلب. دوج ده اسم مفرد يعد دوج. لكن لو قلت أنا لدي الكلب في البيت، ده معناه إن مفيش كلاب تاني في العالم إلا اللي عند حضرتك. غلط كده، أنت حددته وخصصته بس. لا، أنت عندك كلب من ضمن حاجات كتير تاني موجودة في العالم. I have got 100 pounds، دي جميلة جدا بصراحة، تحفة. ليه؟ اكتب عندك حبيبي كده، أنا معايا 100 pounds يعني 100 جنيه. بيتكلم عنها، اكتب كده: المبالغ المالية والمسافات والأوزان والمواد الدراسية تعامل معاملة المفرد دائما. اكتبهم عندك، عشان كده ده بيتكلم عنه كمبلغ اهو. وات از ذس اهو ايه يا اسطى؟ ماشي، مبلغ. يبقى في الحالة دي 100 pounds مهمة، عشان بيتكلم عنه كمبلغ. انا معايا 100 جنيه. حلو، ما قاليش بقى 100 جنيه صرفتها في كذا، 100 جنيه عملت لا، بيتكلم عنه. وحتى لو قال لك 100 جنيه صرفتها في كذا برضه بيتكلم عنه كمبلغ. اللي معايا كله مبلغ. ايه قد ايه بقى؟ 200 جنيه، 300 جنيه، 400 جنيه، 100 جنيه، 50 جنيه، هو مبلغ، فلازم يعامل كمفرد. مهمة. I met an old man، طبعا ده مفرد، والاو ده حرف متحرك يبقى ان عادية خالص. I am reading an interesting book. interesting book اولا ده اسم مفرد. حلو، ودي صفة. عموما اسم المفرد ياخد ان، وانترستنج اقولها اي. an interesting book، كتاب مفرد وياخد ان عشان بعديه حرف متحرك، لكن ده عايز ساكن عادية. كايرو is one of the most polluted، طبعا اسلوب التفضيل ما بياخدش الا ذا، عادية. during her work، اثناء شغلها. the nurse has to، يجب عليها wear a uniform، لسه قايلينها uniform اتنطقت يه، وطالما اتنطقت يه تعامل كساكن a uniform. رقم مش عارف كام. انجلاند از نوت يوروبيان كانتري، بتتعاد بقى خلاص، اسم مفرد ودي بتنطقت يه يوروبيان، تبقى يوروبيان زي يونيفورم، الاي واليو. هو انفنتد بايسكل، حلوه دي كويسه، مهم. مين اللي اخترع العجله؟ هنا بيتكلم على انهي عجله؟ معرفش، هو بيتكلم على النوع كله، بس باسلوب ايه بقى؟ باسلوب المفرد، لازم ياخد ذا. اكتبها ملحوظه عندك، دي مهمه جدا. لو انا بتكلم عن فصيل او نوع باسلوب المفرد ياخد ذا، بتكلم عن النوع باسلوب الجمع ما ياخدش حاجه خالص. مهمه جدا. This man، هذا الرجل works for 8 hours a day، بيشتغل 8 ساعات في اليوم a day. water، الميه ضروريه للناس او للحياه عموما. انهي ميه؟ الحاجات اللي اكتب المعنويه والاسماء التي لا تعد، طالما بيتكلم عنها بشكل عام ما تاخدش اي حاجه خالص، نو ارتكل. لكن لو قال لك الميه اللي في الثلاجه لازم تاخد ذا. الميه اللي شربتها في محل العصير تاخد ذا لو اداني معلومه عنها. ايجيبت هاز نقط يونيك لوكيشن، يعني موقع فريد من نوعه. ما تنساش ان كلمه يونيك اللي يه دي اتنطقت يه، معناها ايه؟ معناها كساكن تبقى معناها موقع فريد من نوعه. طبعا موقع ده اسم مفرد يعد. فير، الخوف، اسم لا يعد على فكره، لا ياخد قبليه لا ولا ان قبليه، بس دي معلومه جانبيه مالهاش دعوه بالجمله. كمل. is not weakness، weakness معناها ضعف، بعد عنك. universal weakness، جملة جميلة جدا. الخوف is a universal weakness، هو ضعف عام. ادي universal عالمي اتنطقت يه تاخد a universal weakness. weakness يعني ضعف. دي اخر، لا الجملة الأخيرة اهي. مستر حسن is not better of، جملة حلوة برضو مهمة. of the two teachers، مهمة قوي بصراحة. ليه؟ فاكر المقارنة بتاع الوحدة الثانية، أول ما يقول لك إن دول اتنين يبقى تجيب قاعدة الميكس، الخليط اللي موجود في الريف مش موجود في المدينة.
تبقى ذا بيتر اوف اهي. خلي بالك منها، دي مهمه جدا. ليه؟ علشان خاطر في تو اسمها قاعده الميكس. اول ما الاقي تو او يقول لي مثلا بيرنتس او يقول لي توينز وعايز يفضل واحد على الثاني، فعشان كده مستر حسن از ذا بيتر اوف ذا تو تيتشرز، هو الافضل في الاثنين مدرسين دول. هم اتنين اصلا وقال لك تو اهي وعايز يفضل واحد على الثاني، يبقى ذا مع الاي ار، دي اسمها قاعده الميكس، خلي بالك منها. تعالوا يا شباب نحل على جزء تاني، وده متاخد من جزء من ورق هتاخدوه لاست نايت، الليله الاخيره. هتاخد جزء اسمه تريكات القواعد كده، ورق تحفه، بس ده مخليه ليالي الامتحان. جبت منه بس كم معلومه كده يخصونا دلوقتي، المراجعات النهائيه للثانويه العامه. ذا تشيكن، الفراخ دي موجوده برضو من تانية ثانوي. الفراخ نقط ديليشس، نقط لذيذه. لذيذه دي صفر، كويس. سميلنج دي ما ينفعش، دي تيجي لما يكون انسان بيشم ورده، اسمها افعال حركيه. الانسان عشان يشم الورده بيتحرك ناحيتها ويقطفها او يميل عليها، ده اسمه فعل حركي. ولكن الفرخه تعطي رائحه جميله، سميلز. الافعال دي اسمها افعال ستيتيف، يعني افعال ثبات. طبعا الفرخه مفرد عمرها ما تاخد هاف، وده مستقبل اصلا، ده اسمه مضارع بسيط. دايما افعال الثبات تيجي بسيط، في المضارع تبقى مضارع بسيط، في الماضي تبقى ماضي بسيط، في المستقبل مستقبل بسيط، لكن ما عنديش اي كلمه تدل على المستقبل. ذات بنسل، هذا القلم، نقط تو مي، كان يو جيف ات باك تو مي بليز، ممكن ترجع لي القلم لو سمحت. هذا القلم يخصني او ينتمي الي، belongs to me. الفعل belong يمتلك، ما انت عندك افعال الحواس والمشاعر والادراك والتملك وبي، والافعال اللحظيه لا تاتي مستمره ابدا، ده مش موجود في الانجليزي، ودي مبني للمجهول تمتلك. وويل طبعا ده مستقبل، وانا ما عنديش كلمه تدل على المستقبل. بيقول لي القلم ده بتاعي، ممكن ترجعه لي من فضلك، ده معنى الجمله. فدي جملتين كده متاخدين من وسط التمارين الدلع. تعالى بقى للفعل seem to وmean to وsuppose اللي شرحناهم. قبل ما نحل تقدر ترجع لهم تتفرج، تروح تتفرج على الشرحهم تاني، مش مطول فيهم، كلهم 5 دقايق. للتذكرة السريعة، الفعل سين ده لا يجي مجهول ولا يتعمل مستمر في الانجليزي كله، عشان كده بعمل دي غلط من غير ما اقراها، من غير ما اقراها على طول، ودي هعملها غلط من غير ما اقراها. يلا بالمره بقى ايه، هشتغلك بصراحه، ودي هعملها غلط من غير ما ايه، ما اقراها. ايه ده كله ده؟ ايوه هي دي اللعبه، لازم تبقى فاهم. بيقول لك she hasn't said anything، هي ما قالتش اي شيء. but grandma، لكن جدتي او الجده نقط to be having fun. واحده واحده. she has، هي ما قالتش اي شيء بس باين عليها مستمتعه. grandma جدتي مبسوطه. يا ترى seems to be، طبعا seems باين عليها مبسوطه. طب امال مين يعني تعني، غلط. وسبوز معناها افترض، برضو غلط. ليه؟ دول يا حبيبي لازم يجوا مبنيين للمجهول عشان يدوا معنى من المفترض ان، لازم يكونوا مبنيين للمجهول. 36 they were not، ادي were اهي هيتبنوا المجهول وفي تو اهو. هم نقط to arrive by now، هم من المفترض. ودايما هتلاقي فيرب تو بي مع تصريف ثالث. طب سبوز ده تصريف ثالث، غلط، ده مصدر. عايز اقول لك وقلت لك في الشرح، لما يكونوا مبنيين للمجهول هما الاثنين واحد. بي بمشتقاتها طبعا، supposed to بتساوي بي meant to، ادي الصح. طب لو خدت سين عملت جريمه، لانها ما تجيش مبنيه للمجهول، عشان معورها تبقى مبني للمجهول، ودي مصدر. it نقط to be a chocolate cake but I dropped it، لكن انا وقعتها. دي كان المفروض تبقى شوكولاته بس وقعت مني في الارض فباظت، بقت هي والتراب واحد. فبيقول it يعني هذه كانت من المفترض ان تكون كيكه شوكولاته. واحده واحده، ده ما يتبنيش المجهول. it meant غلط لان لازم يكون قبلها مشتقات بي عشان تبقى مبنيه للمجهول. طب it supposed برضه غلط، عايزه فيرب تو بي عشان تبقى مبنيه للمجهول، تبقى من المفترض ان تكون، كان المفروض تبقى شوكولاته لكن وقعت في الارض، تبقى it was meant to، اللي هو فيرب تو بي مع meant اهو، وادي تو بره القوس اهي. لازم تيجي كامله على بعضيها عشان تدي معنى من المفترض ان. بي meant to على بعضيها بمشتقات بي، يا اما بي supposed بالاي دي، بي supposed to. اوكي. I am not to look after my brother on Friday. I am طبعا لو خدت سين دي تبهبل كبير لسبب، عشان في ام قبليها. احنا قلنا اكتب تاني، الفعل سين لا يبنى للمجهول ولا يجي مستمر. كويس. مين، طبعا لو خدت مين فحضرتك ما تعرفش حاجه في الانجليزي لسبب بسيط، قايل لك في الاساسيات في اول حاجه في محاضره التاسيس مفيش بي يجي معاها مصدر لما تتنطط وتتزرع كده. اوكي. طيب
I am supposed to، أنا من المفترض أن look after أعتني بأخويا on Friday night، كل جمعة بالليل. ماشي صح، أنا من المفترض I am supposed to. طب am مع suppose بس ما ينفعش، suppose يعتقد، لا وكمان جاي في المصدر مع am، مفيش بعد verb to be مصدر في الإنجليزي كله عشان نبقى متفقين. يبقى am supposed to. وبالمره وانا هنا عايز اقول لك ان مفيش حاجه، انا مش عارف قلتها ولا لا في اول التراكمي بصراحه، ام او از او ار او ووز او وير وبي نفسها، مفيش حاجه اسمها يجي بعديهم بينج وخلصنا او صفه وخلصنا، حاجه من الاثنين، يا اما يجي بعديهم ام واز وار بينج وتصريف ثالث ويدي لك مبني للمجهول، يا اما يجي بعديهم صفه بس تجاه فلان، تو اس تو ذم تو يو وهكذا، تيجي بمعنى يسلك تجاه فلان، لكن غير كده ما تجيش مستمر. عموما اتنقط تو رين ذيس مورنينج، المفروض انها تمطر النهارده الصبح، المفروض انها تمطر او مطرت على حسب زمن الجمله، مش هيفرق معايا فيرب تو بي مضارع تبقى المفروض دلوقتي. طب كان من المفترض تبقى ماضي، it was supposed to زي الفل. تعال نشوف دي it was meaning، اكتب عندك الفعل مين والفعل suppose لا يأتي مستمر ابدا، اما سيم لا يجي مستمر ولا مجهول. طبعا مين زي ما اتفقنا مفيش قبلها فيرب تو بي تبقى غلط، ما قدامكش غير was supposed to. ادي الافكار سريعه الاساسيه. حته زياده من عندي adjectives الصفات، عشان مهمه قوي الصفات والحال، وده اخر جزء هيبقى في الحل على التراكمي. بيقول come and have lunch، قال له تعالى واتغدى معايا. the food tastes نقط، الطعام مذاقه نقط، حلو قوي. tastes معناها يبدو طعمه، يبقى عايزه صفه. ارجع لشروط الصفه كده، يجي قبلها بي يصبح يبدو، من ضمن يبدو ليها تيست وفيل وابير وسيم، اي كلمه معناها يبدو يبقى انا عايز صفه. يبقى نايس ده حال مصيبه، in a nice way ده حال برضه طالما اتحط بين in way وبدلي حال. ريح دماغك، ما انا مديك الاساس تمشي بيه من زمان. وينود نقط هاوس، اروح كاتب هاوس كده مفرد، اسم مفرد يعني غصب عنك وعني ياخد الآ والآن، يبقى دي بخ وبيجست بخ ودي بخ، مفيش غير آ بيجر. ايه ده يا استاذ مفيش زان؟ طب ويعني اسمها مقارنه ضمنيه بتفهم من مضمون الكلام. we need a bigger house، خلي بالك منها، انا معلم عليهم لان واخدهم في امتحانات قبل كده على فكره. نسمه نقط مور سنسبل زان، ادي مور وادي زان يعني مقارنه كامله بين اتنين. طبعا البنت نسمه نقط اكثر سنسبل عقلا من شي يوزد تو بي، مما اعتادت ان تكون. انت خدت بالك حط بي ليه؟ بص دي اذا اهي طبيعي، طالما الطرف الاول في حاجات بي يبقى لازم في الطرف الثاني حاجات بي، مفيش حاجات بي يبقى مفيش حاجات بي الطرف الثاني. كنت ختمت بيوزد تو واسكت، معناها كما اعتاد وتسكت. نكمل. طالما عندي مور وزان يعني المقارنه بين اتنين كامله، مش ناقصها حاجه. طب وايه الحل؟ خيال المآتة. تعال نشوف من خيال المآتة. الوت اوف مش خيال المآتة، الوت بس خيال المآتة. ماتش من خيال المآتة اللي بيبقوا في الزرع منظر على الفاضي قايل لك عليهم. ميني دي تبع الاسم اصلا الذي يعد، مش تبع خيال المآتة. ولسه للاسماء التي لا تعد مش تبع خيال المآتة، ولسه شرحهم لك من شويه. 143 شي از نقط educated بيرسون، صفه مركبه، هي شخصيه متعلمه بشكل جيد. طالما educated ده تصريف ثالث، جود عمرها ما يجي وراها تصريف ثالث، دايما بتحب الاي ان جي جود. لكن ويل educated معناها هي شخصيه متعلمه بشكل جيد. وخلي بالك دي الصفه المركبه اللي قلت لك ليها 4 اشكال، احفظ طريقتهم وامشي بيها وما تذاكرهاش تاني غير بالطريقه اللي قلت لك عليها. عشان كده هو شخص بيعلم، لا مش بيعلم، ده متعلم جيدا. اذا الشخص ده جاي كاسم مفعول، هو اللي متعلم يعني حد علمه، مش اسم فاعل بالاي ان جي، اسم مفعول فتلاقي educated. اوكي بص اللي جايه اللي تحتيها، اللي جايه دي Spanish is a wide not language. language ده اسم يا حبيبي، اسم. فاكر لما قلنا في رسمي في بوسي، مفيش رسمي مفيش بوسي، هي دي. في شرطة في اسم، او العكس في اسم في شرطة، مفيش اسم مفيش شرطة. ادي عندي اسم اهو، غصب عن عينيك تلاقي الشرطة دي موجودة. جميل. حاجة كمان، هي الاسباني ده لغة يتحدث؟ لا مش بيتحدث، يبقى اي ان جي غلط، وسبيك غلط، وسبيكر متحدث غلط. مفيش لغة بتتحدث يتم التحدث بها، اذا اللغة اسم مفعول تبقى سبوكن. شوية حاجات تحف فنية. The trip to Brazil is almost، اللي لسه شرحنا بتاع تانية ثانوي تراكمي. almost as الصفة as غصب عنك، almost يعني تقريبا، بتدي مقارنة بين اتنين في حالة
اختلاف بسيط هي وسلايتلي، ولكن اللي تتحط مع از واز اولموست، لكن سلايتلي تبع خيال المآتة. اوكي، اولموست از اكسبنسيف از. دي الحاجات التراكميه اللي كنت حابب اقولها لك. مفيش تراكمي سبته، حتى الجزء بتاع اولى ثانوي اللي هتلاقيه من اجزاء المتفوقين. اسمع المحاضره كويس وسجل معلوماتك كويس في كشكول عشان تقرا ليله الامتحان، لانك هتكون نسيت بعد العربي، نسيت حاجات وقعت منك، ده امر طبيعي. ففي حاجات هقدر افكرك بيها ليله الامتحان. طبعا الفيديو موجود على الابلكيشن تقدر ترجع له في اي وقت، ولكن قبل ما تدخل معايا في المراجعه في اول حصه في المنهج لازم ده يكون خلص بالمذاكره والحل عليه، يكون خلص عشان تدخل معايا بقى في المنهج الفيديو الجاي على نظيف بقى من الوحده الاولى بالسكيلز. هجمعها لك في محاضره لوحديها بشرح الجرامر بالتفصيل، وفي الاخر ادي لك ملخص ليه كمان. ربنا معاك، والكلام ده يتشرح تاني ليالي الامتحان، فانت تشرح عليك المنهج 4-5 مرات لحد ما تدخل. الانجليزي از ايزي يا عزيزي. سلام.